الاماراتي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامجكم سير علينا، ويعني فعلا حلقه مميزه وفقره مميزه. صار كثير الكلام حول الاحداث الاخيره، وصار عندنا مسلسل هروب للاعبين الكويتيين والمحليين. يعني كلنا قرينا بالصحافه وتابعنا انه في لعيبه كويتيين 4 أو 5 لاعبين اتجهوا، وبعضهم اتجه الى اوروبا، وبعضهم بالفتره الاخيره سجلوا بانديه عمانيه، يعني نادي ظفار واحد الانديه الاخرى في سلطنه عمان. يعني الشيء هذا مثل جرس الانذار او مثل الفلاش اللي خلى الامور كلها تسلط مره اخرى على نظام الاحتراف عندنا في بلدنا، مثل بلد الكويت، البلد اللي سباق في كل الميادين. للاسف دائما نقول كان سباق في كل الميادين، لكن الامر الواقع والحاصل الان فعلا هناك نوع من التراجع، ما نبي نقول التخلف. يعني الكثير من الدول سبقتنا، دائما نضرب امثله بدول اوروبا والعالم المتقدم. الان ما احنا ضاربين مثل، وجه الكلام هذا للسلطه التنفيذيه والتشريعيه في بلدنا، ما احنا ضاربين مثل في الدول الاوروبيه او الدول المتقدمه سبقتنا من زمان. اشقائنا الخليجيين يطبقون نظام الاحتراف على اعلى مستوى، ظروفهم نفس ظروفنا، يعني ما في عذر لنا ككويتيين اذا ما طبقنا هذه التجربه الاحترافيه واعطينا اللاعب المحلي والكويتي حقه في كره القدم. ارحب فيكم ثاني مره اخوي خالد ابراهيم، حياك الله خالد ثاني مره. حياك الله ابداع. يمكن الموضوع هذا موضوع شائك، هروب اللاعبين. يعني قاعد نشوف ابرز لاعبين في الانديه الكويتيه قاعد ينحاشون مثل ما يقول الى خارج دوله الكويت والاحتراف، ومن ثم العوده ببطاقه الدوليه يكون حر نفسه في انتقال لاي نادي. يعني المشكله هذه كان المفروض تفاديها من اول من الهيئه العامه لشباب الرياضه، وايضا الانديه، وتطبيق الاحتراف الكلي يمكن في جميع انديه. ويمكن هذا سلاح ذو حدين، ويمكن تكون خيره للرياضه الكويتيه، ويمكن تكون انطلاقه جديده ان شاء الله. نعم. عموما مشاهدينا الكرام، لا شك ضيوفنا لهذه الفقره وهذه الحلقه مميزين جدا، واحنا نعتز بتواجدهم معنا. بدايه طبعا بالاستاذ والمستشار عبد الرحمن محمد بوعوف، محلل بالجزيره وشو تايم سابقا، والمستشار الفني لنادي النصر الاماراتي. حياك الله، وسعيدين بتواجدك معنا، المونديالي سنه 90 والمحلل الشهير حاليا. أنا سعيد اليوم بتواجدي وياكم في قناة سكوب، وسعيد بتواجد لمة من الرياضيين. في البداية طبعا أهنئ يعني حكومة دولة الكويت وشعبها والرياضيين بفوز منتخب الكويت في بطولة غرب آسيا، وأنتم تستاهلونها وكنتم مميزين في هذه البطولة. مع تمنياتي طبعا أيضا لنادي القادسية بالتوفيق في بطولة الاتحاد الآسيوي والوصول إلى المباراة النهائية، وإن كان يمكن يزعلون عني الإخوان البحرينيين، ولكن العزاء أن فريقين خليجيين متواجدين وواحد منهم بنشوفه في النهائي، مع تمنياتنا أن البطولة ما تخرج من دول الخليج، لأن الكويت سبق أنها فازت في هذه البطولة العام الماضي. فأتمنى كل التوفيق إن شاء الله للكرة الكويتية في المستقبل القريب. آمين يا رب العالمين وأجمعين إن شاء الله. الأستاذ المحاضر بالاتحاد الآسيوي الأستاذ جاسم الحربي، سعيدين بتواجدك معنا، وأنت من الناس اللي دائما لهم تواجد ولهم يعني تفعيل في قضية اللاعبين واحتراف اللاعبين، بصفتك يعني وكيل لاعتماد بعض المحترفين أو أسماء معينة. حياك الله أستاذ. الله يحييك، وأنا بصراحة سعيد جدا بين أهلي وربعي في الكويت، وأثني على ما قاله الأستاذ عبد الرحمن، ما أبغى أعيد اللي قاله لأن نفسه كان في نفسي أقوله. مبروك لدولة الكويت الشقيقة على تحقيقها بطولة غرب آسيا، وإن شاء الله نشوف الكويت يطبق الاحتراف بالشكل الصحيح مستقبلا، إن شاء الله، على أساس ما تصير فيها حلقات خاصة لبعض الحالات اللي تكون فيها طبعا شكوك أو ما شابه ذلك. فإن شاء الله نتمنى نشوف الكويت سباقة زي ما ذكرت في التقديم، كانت سباقة الآن صارت نعم ما نقول متخلفة، لكن إن شاء الله متأخرة نوعا ما. إن شاء الله المسؤولين يعون الشيء هذا، لأن الكويت فعلا أنا أعتبرها واجهة حضارية لدول الخليج. نعم. ايضا معنا عبد الله حمدان، مدير عام شركه هاتريك الرياضيه. حياك الله معنا. يمكن دارت عليك علامه استفهام كثيره راح نعرفها منك اثناء الحلقه ان شاء الله. الله يحييك، وانا اتشرف في وجودي معاكم والاخوان اخوي عبد الرحمن واخوي جاسم، ونبارك حق منتخبنا الوطني
إحراز البطولة إلى الأمام إن شاء الله. ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني الاخوان في زهور البدع، يعني احنا عارفين محله اسمه وتاريخه ما شاء الله. اليوم اتحفونا بالعديد من الورود ترحيبا بضيوفنا الاعزاء، وكاتبين لك استاذ عبد الرحمن السيد عبد الرحمن ابو عوف كابتن منتخب الامارات والمحلل بقناه الجزيره والشو تايم سابقا. تحيه من القلب من زهور البدع، مرحبين فيك بالكويت، ونفتخر كخليجيين بتحليلك الاحترافي. هذه الورود. والاستاذ كذلك جاسم الحربي المحاضر بالاتحاد الاسيوي، مرحبا بك في بلدك الثاني. والاستاذ عبد الله طبعا راعي مكان. مرحبون فيكم اخوانكم من زهور يعني احنا نشكرهم طبعا، نشكر زهور البدع على هذه الورود الجميله، وخصوصا يمكن الاخ بدر اعتقد هو صاحب المحل، نشكره على هذه البادره الطيبه. ونحن بين اخواننا وبين اهلنا موجودين في دوله الكويت، وهذا شيء مو بغريب عليكم انتم كاهل الكويت، يعني تكرمون دائما ضيوفكم بشكل كبير، ونحن ما نعتبر اعمارنا ضيوف عليكم اصلا، نحن من اهل الدار. اهل المكان. وشكرا لابو محمد على ارسال هذه الورود. نبدا معك استاذنا عبد الرحمن. يعني قضيه الاحتراف اصبحت ما هي شغله رفاهيه زائده، اصبحت امر اساسي وواجب في الرياضه بشكل عام وكره القدم تحديدا. لما تشوف بلد مثل بلدنا بلد الكويت، يعني احنا جايبين مستمتعين بتواجدكم معنا، نستفيد من تجاربكم في قضيه الاحتراف. احنا شنو ينقصنا احنا بالكويت اساس نواصل الركب ولا نواكب الركب؟ وجهه نظرك. شوف، بالنسبه لنا اعتقد دوله الكويت كانت سباقه مثل ما ذكرتوا في بدايه الحلقه في كل شيء، في كل الامور اللي كانت رياضيه او الامور الثانيه المختلفه في مجال الحياه. تواجدها خلف بعض الدول الخليج هذه علامة استفهام كبيرة على دولة مثل الكويت. أعتقد عالم الاحتراف حاليا لازم يكون مطبق في دول الخليج بكافة دولها الموجودة في دول الخليج، لأن مهمة جدا بالنسبة للاعبين. كل واحد لازم يعرف لين وين وصل، شو الواجبات اللي عليه، شو الحقوق اللي عليه من قبل ناديه أو من قبل حتى منتخب بلاده، لأن تسيرك بالشكل الصحيح. الاستراتيجية لما تحطها بالشكل الصحيح الكل يقدر يمشي عليها، ما بتشوف فيها شواذ، ما بتشوف فيها واحد يعني يطلع عن خط سير الاحتراف اللي أنت حاطناه. ولكن من خلال يمكن متابعتنا لدولة الكويت أنا أعتقد أنها يعني ما وضعت الخط الصحيح. يمكن في يعني أمور تطبيقية لم تطبق بشكل صحيح في دولة الكويت. كان في مفروض يعني انتهاج استراتيجية أو خطة جيدة بالنسبة يمكن المجلس الأولمبي عندكم أو وزارة الشباب والرياضة مثل ما يسموه، أو الهيئة العامة للشباب والرياضة. هذه كانت مهمة جدا، يعني حتى يعني مش يعني أنا أحط علامة استفهام ليش دولة الكويت خارج منظومة الاحتراف. يعني الإمارات موجودة، السعودية موجودة، الإمارات قطر احنا موجودة. أستاذي عبد الرحمن، الإمارات قبل أن ننتقل مع أخوي خالد للأسئلة الأخرى، الإمارات كيفية بداية دخول الإمارات في منظومة الاحتراف. أنا شخصيا أذكر حادثة محمد راشد لما انتقل إلى أوروبا أعتقد، أو فيصل خليل، وتحررت بطاقته الدولية ورجع ولعب بنادي الأهلي أعتقد. الأهلي رجع لعب وصارت ضجة إعلامية على الموضوع هذا. يمكن إخواننا اللعيبة الحين اللي راح نتطرق لهم قاعدين يحذون حذوة في هذا الجانب، لكن بداية دخول الإمارات في قضية الاحتراف لو تشرح لنا بشكل مبسط، لعل وعسى نلقى أذان صاغية يعني اللي يصدرون القرارات يسمعون الكلام هذا ويبدون في تطبيق فعلي. طبعا شوف، هنا كان في تعاون كبير بين اتحاد الكرة. أول شيء لازم تنشأ رابطة للمحترفين، وهذا مهم جدا على أساس أنك أنت تمشي في الطريق الصحيح. إذا عندك الرابطة، تكوين الرابطة مهم جدا. فكان في هناك تنسيق بين الرابطة وبين اتحاد كرة القدم مع الاتحاد الآسيوي. أنت عارف حين الاتحاد الآسيوي يجبرك كدولة محترفة عشان تدخل في منظومة الاحتراف في دور المحترفين في بطولة آسيا لازم يكون عندك الاحتراف بشكل صحيح. تتحول الأندية إلى شركات، وهذا شيء صار. هذا رقم واحد. بداية الرابطة عبارة عن شنو أستاذ عبد الرحمن؟ رابطة موجودة هي يعني تدير. كيف شكلت الرابطة؟ شكلت من ناس موجودين في متابعين لكرة القدم. بأمر يعني حكومي؟ بأمر حكومي شكلت ولا؟ لا هذه من هيئة شباب والرياضة. يعني أمر حكومي. اي يعني نعم. هيئة شباب والرياضة تكون الرابطة. نعم. الرابطة طبعا تتكون من أعضاء، الأعضاء هذا يجون عن طريق الانتخاب. ينتخبون من قبل جمعيات العمومية للأندية. ممتاز. ويدخل طبعا جانب اتحاد كرة القدم في جانب من الجوانبها، فتتشكل هذه الرابطة، وهاي الرابطة هي اللي تحط المنظومة لكيفية
وجود دوري محترفين وكيفيه دخول اللاعبين والانديه الى منظومه الاحتراف. السياسه العامه. طبعا. نعم. وتحويل الجزئيه الثالثه الانديه الى شركات خاصه. هذه ضروري، هذه من شروط الرئيسيه للاتحاد الاسيوي، انك تدخل فيه دوري المحترفين لازم الانديه كلها تتحول الى شركات خاصه، مش شركات تتبع للحكومه، والحكومه ما تتدخل في امور الانديه. ونعرف الفيفا حاليا يعني عندها اشياء صارمه جدا بخصوص الحكومه لما تدخل في كره القدم وتحط ايدها على كره القدم، وهذه مهمه جدا. الشركات الخاصه شنو الحافز اللي يخليها تدش مجال مثل مجال كره القدم وتتبنى نادي؟ ماذا يقدم النادي لشركه خاصه؟ احنا عارفين الشركات المعيار الاول الربح والخساره عندهم. طبعا. وين الربح والخساره في قضيه مثل قضيه نادي كره القدم؟ شوف، بالنسبه للانديه يمكن الخليج كله نتكلم، خصوصا عندنا في الامارات صعب جدا من اول يوم او من اول سنه او ثاني سنه انت تدخل في منظومه الاحتراف 100%، عكس الدول شرق اسيا اللي هي اليابان وكوريا والصين. هناك شركات مموله 100%، الدخل الجماهيري، التسويق، المرافق الموجوده في الانديه، كل هالامور تدخل في حسابات، الاشياء الماليه، في امور يعني تنسيقيه موجوده. دعم حكومي؟ دعم حكومي المفروض ما يكون، بس موجود لحد الان. حاليا موجود. بضاف، هل كل الانديه الاماراتيه تابعه للشركات العموم، ال10 انديه او 12 نادي اللي موجوده في دوري تحت مظله الرابطه؟ نعم. جميع الانديه، جميع الانديه ال 12 الموجوده تحت مظله الرابطه كلها محوله الى شركات، فيها شركات وفيها دخول في المسمى شركه وشركه ذات مسؤوليه محدوده. يعني مثل ما يعني شفتوا المسمى الموجود عندي انا المستشار الفني لشركه نادي النصر. قبل كان لا، نادي النصر الثقافي الرياضي. حاليا في مجلسين في كل نادي، في مجلس اداره النادي اللي هي تدير النادي باكمله، وفي شركه كره القدم. شركة كرة القدم هي اللي مختصة فقط في كرة القدم اللي هي تحت منظومة رابطة المحترفين في دولة الإمارات. كابتن، الاحتراف المطبق في الإمارات هل هو مثل ما معمول في أوروبا؟ يمكن نشوف أوروبا انتخاب رئيس كل 4 سنوات، أيضا شراء الأندية من بعض رجال الأعمال، مطبق في الدوري الإماراتي هالكلام؟ لا، يعني بشكل فعلي مش مطبق. ولكن مثل ما قلت لك نحن تونا جداد، يعني هاي السنه الثالثه لدوري المحترفين عندنا في الامارات، ولكن مع المستقبل انت لازم تدخل في منظومه الاحتراف عشان نشوف شو السلبيات اللي عندك. نعم. اذا حسيت بالسلبيات شوف وين السلبيات اللي موجوده، تحاول قدر المستطاع كل سنه تخفف من هاي السلبيات لين ما توصل 100% الى دوري المحترفين بشكل صحيح اللي يطبق في اوروبا، من انتخابات الرئيس، والرئيس يجيب الاعضاء الموجودين، الشركه الموجوده، الحالات التسويقيه، الحالات المنظومه الموجوده في النادي، كل هاي الامور تتحول. ولكن انا اعتقد خطوه خطوه لازم تدخل فيها على اساس تحس بهذه المنظومه الاحترافيه الموجوده. حتى اللاعبين اختلف بالنسبه لهم، اشياء كثيره اختلفت، يمكن بعد لين السنه هذه في بعض اللاعبين ما استوعبوا معنى الاحتراف شو هو، فكروا الاحتراف بس فقط يعني تحول من انه يحصل لك نقول على 1000 دينار الى 100,000 دينار. نعم. ففكره صار فكر مادي فقط. نعم. لازم هذه فيها محاضرات، يعني مشكوره مجلس دبي الرياضي ومشكوره مجلس ابو ظبي الرياضي تعمل دورات وندوات لتعليم الاحتراف ولتطبيق الاحتراف بشكل الجيد. يعني احنا كل سنه مجلس دبي الرياضي تعمل على يعني محاضرات لمده 4 أو 5 ايام، وتجيب كبار الشخصيات اللي يعني اوروبيه وتحاضر وتلقي محاضرات. هذا امور كثيره وتفاصيل راح ندش فيها ان شاء الله، لكن يعني فعلا تجربه رائده التجربه الاماراتيه، ونبي ننتقل تجربه يعني ناجحه كذلك ويمكن سباقه على مستوى دول الخليج. التجربه السعوديه يمكن احنا عزيزي المشاهد نتنقل بين تجربه اماراتيه الى تجربه سعوديه، وراح ناخذ فكره تماما ان شاء الله عن الدوري القطري والمحترفين هناك والاحتراف في قطر، لكن لتعميم الفائده ونشوف الاخوان كيف قدروا يدخلون في هذه المنظومه اللي احنا بامس الحاجه لها، مثل ما قلنا لكم سابقا ونعيد ونقولها. نتمنى من اصحاب القرار في هذا البلد ان ينظرون للامور هذه بعين الاعتبار. استاذنا جاسم، الاحتراف في السعوديه، يعني الامارات وقطر مجتهدين ونشوف ما شاء الله حتى زخم اعلامي، لكن تبقى التجربه السعوديه اعتقد الاقدم، واعتقد التجربه السعوديه الاكثر استقرارا. شلون السعوديه بدات ولا زالت مستمره، وهل نفس النظام اللي كان مطبق في البدايات لا زال كما هو؟ يعني نعرف قبل ان سقف المحترف السعودي 20,000
في احدى الفترات، والان اعتقد او 25 الان اعتقد السقف مفتوح يمكن. مفتوح لكن محدد داخلي. نعم. طبعا انا بس تعليقا على ما ذكر الاخ عبد الرحمن، ان لابد تكون الشركات هي اللي تدير الانديه، احنا الانديه الموجوده تديرها الحكومه وليس الشركات. هذه نقطه مختلفه. ايه، فطبعا في شركات راعيه موجوده زي الاتصالات بدون ذكر اسم على اساس ما تكون لهم دعايه مجانيه. ف قاعدين يدعمون الانديه، ولذلك كل نادي الان مثلا الهلال عنده شعار شركه معينه، باج الشركه، وبالتالي ياخذ مقابل. عفوا على المقاطعه، من شروط الاتحاد الاسيوي انه يكون النادي ذو كيان تجاري. هذا صحيح. شلون تغلبت الانديه السعوديه على النقطه؟ شوف الاتحاد الاسيوي عنده استثناءات، عنده رؤيه للتطور، لا يمكن يحط عليك قيود ويخلي لك يعني يا ابيض يا اسود، لا، لابد يكون في مرونه على اساس انك تصل على الاقل 50% من الشروط. اما انا اقول لك يا تدخل مع الباب يا ما تدخل، معناته يعني خلاص ما تبي ندخل، ما تبغانا ندخل. لكن للامانه الاتحاد الاسيوي يسعى لتطوير الاحتراف بشكل عام، وقاعد يعمم على الدول اللي عندها قابليه تطبيق الاحتراف. حلو. المملكه العربيه السعوديه سباقه في دول الخليج، ما في كلام، رقم واحد، وعلى مستوى الدول العربيه ايضا تعتبر لو جيت بالمقارنه كنجاح يعتبر الاحتراف السعودي هو الافضل على الساحه من حيث جميع الامور، سواء التنظيميه او من ناحيه الاتفاق مع شركات كداعمه كرعايه، من حيث الكواليتي للاعبين، من حيث التعليم، الجماهير، الاعلام، يعني كل الطرق او سبل النجاح اللي يعني المفروض انها تتوفر لاي هيئه موجوده في الرئاسه العامه رعايه الشباب. يعني احنا ما عندنا مثلا انت قلت رابطه، ما عندنا رابطه، انتم عندكم هيئه، عندنا لجنه الاحتراف، وهذا مسماها الدولي اللي هي يعني بروفيشنال كوميونتي. بس بالنهايه اللجنه هذه تابعه للجهه التنفيذيه بالحكومه السعوديه. لا، مش الحكومه على طول، لا يعني الرئاسه. إيه نعم. الرئاسه تتبع للحكومه، لكن بشكل عام يعني هي على شكل تجاري صحيح، يعني ما هي بتاخذ قرار من اصحاب القرار على مستوى سياسي، لا. فلذلك هي يطبق عليها جميع الشروط الموجوده في دول العالم. عندها نوع من الاستقلاليه يعني. اي، عندها استقلاليه، عندها الانتخاب اللي ذكر عبد الرحمن كله تقريبا 80% مطبق عندنا، باستثناء بعض المسميات او الطريقه في تطبيقها. اما اللاعب اعتقد ان كلاعب سعودي الاحتراف طبعا نقله نوعيه. صحيح صار التفكير في الفلوس اكثر من اللعب، وهذه يعني انا اعتبرها لانها مهنه للاعب، حق مشروع. فزي ما في حق للاعب مشروع وله حقوق، النادي له ايضا حق مشروع وله حقوق، الشركات الراعيه نفس الشيء، وكلاء اللاعبين نفس الشيء، اتحاد الفيفا نفس الشيء، الاتحاد الاسيوي القاري اللي انت تتبع له نفس الشيء. زي انت ما تطالب بحقوقك اكيد الاخرين اللي هم مساعدينك على وصول لهذه المرحله. طبعا كاطراف يعني لابد انهم يكونون لهم نصيب الاسد. صحيح انك حتكون انت تحت المجهر، لكن ليش وصلت انت تحت المجهر؟ لان في ظروف، في عوامل اخرى ساعدت وبعدين النظره الماديه على المستويات، اشلي كول وانتقاله من الارسنال لتشيلسي، يعني لحد الان يتهمونه بالخاين يعني النظره الماديه. استاذي انا بقول لك شيء، انا ما ننتقل لاوروبا بصراحه، انا اقول لك خلينا مجتمع متحفظ ولنا عادات وتقاليد وامور دينيه تحكمنا. لكن على المستوى المحلي لو جينا نقارن احنا، اعتبر يعني اللاعب السعودي انا من وجهه نظري ماخذ حقه بالوفاء والتمام. لذلك الان صارت اول، احنا انا اذكر انا مثلت منتخب في المنتخبات كلها، ناشئين والشباب واولمبي، واول كنا نتمنى تجينا فانيله هديه. الحين ملايين. لما تجينا مكافاه الفوز، يعني شوف بطوله اسيا 84 اول ما جتنا مكافاه 4000 فرحنا، يوم دبلت المباراه الثانيه 8000 وبدت عد، لين الحمد لله حققنا البطوله امام الصين 2-0. فاقول لك يعني كان هدفنا مو مادي. يعني هل انتم جيل مظلوم؟ لا مو مظلوم، بس شوف لا شوف الظروف اللي احنا فيها تختلف. طيب الجيل اللي فيه جاسم يعقوب، فيصل الدخيل، وهذا بالعكس هذا الجيل الذهبي. تطور، هذا تطور. الجيل هذا كان يلعب لاجل الشعار.
ما اشكك في اللي موجودين انا عشان ما يلعب للشعب، كلهم بيلعبون ان شاء الله للشعب، بس الانتماء كان اقوى لان الروابط الاجتماعيه كانت اقوى. الروابط الاجتماعيه اللي الحين فقدناها، الحين جارك هو جارك احيانا ما تعرفه، ثاني جار ما تقول والله ما ادري من هو. صحيح. لكن اول لو يمرض واحد سابع جار دريت عنه. فلذلك انا نرجع لمحورنا الاساسي لو الاحتراف. اعتقد ان انا من وجهه نظري لو يعني الان انتم مقرين علينا بطوله الخليج اجباري صح؟ ليش ما تكون في لجنه احتراف اجباريه على اساس تطور من هيكله الاحتراف على من يحط دول مثل هاللجنه؟ يعني من المسؤول عن وضع مثل هاللجنه في الخليج؟ كل رؤساء الاتحادات الان هم جابرينك شو اسمه بالبطوله الخليج. نعم. وبالمشاركه زي ما تفضل. طيب ليش ما تصير في لجنه نفس الشيء؟ ما عندك لجنه تطوير ومسابقات دول الخليج صح؟ خلي قسم من هاللجنه هذه يتولى عمليه الاحتراف، اخذ التجربه السعوديه واحطها، اخذ التجربه الاماراتيه واحط، اخذ التجربه القطريه واخذ منها، اشوف اللي يتناسب مع جميع الدول واقول والله يا جماعه طبقوا. الاتحاد الاسيوي حيبارك للخطوه هذه وحيدعمهم من الالف للياء. انا اعتقد الاستاذ محمد بن همام شهادتي في مجروحه كوني انا كمحاضر اسيا. يعني فعلا يتعب ليل نهار على اساس يطور من الفكر، وهذه مصيبه لما تتعامل. بس هو قضيه محمد بن همام احنا عارفين ان عنده نهج تطويري وهذا الشيء متفقين عليه، لكن هناك بعض الضوابط والشروط يعني صراحه تصير عبء على دول شرق اسيا غرب اسيا مثل دول الخليج، مثلا المطالبه ب 12 نادي في درجه دوري المحترفين. يعني احنا عارفين شنو السعه السكانيه عندنا، عدد والعدد يعني العنصر البشري احنا لكثافه المباريات في الدوري في القسم او في الدوري. هذه ما ممكن تطبيقها في دوله مثل قطر. يعني قطر مثلا اخواننا في قطر او في الكويت او في البحرين حتى والامارات كذلك، ما عدا السعوديه ممكن تتجاوز النقطه هذه. الامارات الحين في قرار جديد كم نادي بينزل 14 نادي، ما راح يكونوا بنفس الكفاءه، خلينا نكون واقعيين يعني. اوكي هذا حتى حاصل حتى في اوروبا، ولا هاي الامور حتى حصل في اوروبا. معليش عبد الرحمن، هذه ترى اللي تقوله مش من ابن همام، من الاتحاد الدولي مفروض ولازم تطبقها انت. هذه لوائح دوليه، اذا انت مش قادر تطبقها هو اللي قاعد الان يسهل لك الطريق، يحاول قدر ما استطاع ان يكون عندك اعتراف في اسيا بعد. بس هل النظام اللي ينجح في البرازيل اللي تحتوي على ملايين اللاعبين يجب ان يطبق بنفس الشروط والضوابط على بلد مثل الكويت وقطر؟ يختلف يا اخي البرازيل عندهم فوق 3000 نادي، انت لو جمعت الدول العربيه ما عندهم 3000 نادي. لا يمكن هذا يمكن حتى راح يطبق في دول الافريقيه. انت سالت جاسم منو اللي يحط المعايير او منو اللي يفرض عليك تسوي روابط المحترفين؟ منو اللي فرض علينا نسوي احتراف في السعوديه وفي قطر وفي الامارات؟ الاتحاد الاسيوي. معناته نحن هني في دول الخليج اول شيء نحن نفتقد هاي المنظومه، يعني احنا لنا حين مو بعارفين اذا بطوله الخليج بتقام في اليمن ولا ما بتقام. نحن ما عندنا رابطه لدوره الخليج نفسها، يعني كل واحده تقول انا بسوي بروحي، لازم يكون هناك في لجنه مشكله لرابطه خاصه لدوره الخليج. هذا الخليج هذا واحد. اثنين، انت كدول الخليج ممكن ايضا تحط لتطوير الكرة الخليجية بشكل كبير جدا، تسوي هيئة، تسوي لجنة معينة تدير الاحتراف في دول الخليج. بالإضافة إلى إذا أنت سويت هذا الشيء بتفرض على الدول الخليجية أن دائما هي تطبق هذا النظام اللي أنت بتحطه. حط أسس، حط استراتيجية معينة وخلي الكل والخطوات، ولكن لا تطبق الخطوه من واحد وبتنقز الى الالف في مره واحده. لازم تصير خطوه خطوه، ما يستوي مره واحده، وهذا صعب جدا. السعوديه طبقت الاحتراف من اول دوري محترفين نجحت، لازم فيها سلبيات، فيها اخطاء من اول الايام لين الحين بتشوف السلبيات نقصت في الدوري السعودي. الامارات وقطر نفس الطريقه. فبالنسبه لزياده عدد المباريات قطر لجأوا الى ثلاث اقسام في الدوري السعودي وايضا الدوري الاماراتي. شفنا دخول الشركات يمكن مثل شركه الاتصالات في الدوري الاماراتي وشركه زين في الدوري السعودي، موبايلي لا مسميات الدوريات يعني دوري اتصالات زين عشان ما تسوي له دعايه كلهم موبايلي لا مو محسوب على زين، مبين مو محسوب على زين. قصدي يعني هاي الشركات دعمت الرابطه بمبالغ كبيره. الرابطه تدفع للانديه، الحين عندنا نحن الرابطه تدفع للانديه فلوس، وهاي الفلوس تساعد
في منظومه الاحتراف، لان الانديه عليها عبء كبير جدا. النادي اللي كان يصرف في السابق مليون حاليا يمكن تصرف 100 مليون، لان عقود اللاعبين ارتفعت، وهذا مهم جدا انه يكون في ايضا دعم. انا اقول لك حتى لو طبق 100% الاحتراف عندنا في دول الخليج، لا زال دول الخليج بتكون تحت الحكومه. نعم. الحكومه نحن يعني دائما مشكوره تقدم هذا الدعم. حكومتنا دائما يعني تحط يد العون في للانديه للاتحادات، وهذا شيء جميل ان يكون في مساعد خارجي موجود للشركه، انك انت ما تعاني. رغم هذا كله بعض الانديه تعاني من عجز مادي كبير جدا. عندنا مشكله اللي هي تفاوت النظره الحكوميه من بلد الى اخر لقضيه الرياضه بشكل عام، مو قضيه يعني في دول تنظر الى هذا استثمار وظاهره وواجهه للمجتمع ودوله، في دول اخرى لا. يعني هي المقصد هو شو تبغي من الرياضه؟ هذا سؤال كبير. شو تبغي من الرياضه؟ تبغي الرياضه بس كذي مناوشات مصالح شخصيه، ولا تبغي انت تطور كرتك وتبغى تطور الرياضه عندك في الدولة؟ نعم، احنا متواصلين معاكم عن موضوع الاحتراف، لكن بسال اخوي عبد الله حمدان، يمكن الاصابع الاتهام تشير اليك باحتراف يعني هو ما يبي عباره الاتهام. احنا شوف جايين ضمن الامارات وانا من السعوديه نشهد ضده. وشهدوا ضدك شباب. اصابع الاتهام تشير اليك باحتراف اللاعبين الكويتيين وانت وكيل لهم، فيا ريت توضح هالنقطه يعني. والله هل هذا الكلام صحيح ام؟ طبعا للامانه احنا عقب ما سمعنا في احتراف اللاعبين، عقب ما خرجوا يعني طبعا برا الكويت، طبعا سعينا احنا كشركه قائمين على هذه الشركه ان احنا نكون نوقع عقود احترافيه مع هذه اللاعبين صراحه. نعم. اللاعبين يتمتعون في مستوى جيد في الكويت، وجميعهم مثلوا المنتخبات الوطنيه من المراحل السنيه الى المنتخب الاول، وكنا نتمنى ان احنا نكون وكلاء اعمال لهم، وهذا حق مكتسب لنا كشركه. صحيح. للامانه، فللامانه اتصلنا فيهم وجلسنا معاهم وقدرنا احنا نقنعهم ونوفر لهم جميع سبل الراحه في عمليه التسويق سواء في الكويت او في الخليج. واعتقد ان هذا حق يعني مكتسب لنا احنا كشركه رياضيه تسعى الى تسويق اللاعبين في جميع انحاء العالم. نعم. يعني انت مالك لا كعلاقه احتراف توقيت تنسيق خالد، توقيت تنسيق عبد الله قبل خروج اللاعبين، هذه القضيه هي المعيار. يعني هل انتم يعني نوجه لكم التهم، هل انت يا اخوي عبد الله وشركه هاتريك ما دخلتوا في قضيه اللعب الا بعد ما سمعت انهم خرجوا من الكويت؟ نعم خرجوا من الكويت، يعني بعدين هم ردوا، اعتقد ثاني يوم ردوا. احنا يوم قعدنا معاهم قالوا احنا امس رادين. اتصلنا فيهم وعدناهم متى رديتوا؟ امس رادين. فحبينا نقعد وياهم، يعني هم شيء طبيعي انهم بيواجهون الاعلام يعني، او بيواجهون الناس او بيواجهوننا احنا يعني، خلاص يعني الكل درى في الموضوع يعني، فما له داعي انه هو ينخش ولا كذا. فبالعكس ردوا على الاتصالات كذا لاعب فيهم، وقعدنا معاهم، حددنا موعد وقعدنا معاهم، والحمد لله قدرنا. وقعتوا معاهم في نعم وقعنا رسمي. يعني انت المسوق. نعم نحن المسوقين الوحيدين لهم يعني في العالم ان شاء الله. وخلنا لا ناخذ من الكيكه ما عليك. بس احنا بنعرف الان الاليه اللي تم فيها، يعني هل انا سمعت انه راح يستخرج لهم بطايق دوليه جديده عن طريق الفيفا، بغض النظر وافق ناديه اللي هو كان فيه او لا. هذه قضيه جدليه، هل النادي له حق في اللاعب هذا عندنا بالكويت على الاقل؟ حق الرعايه او بيع اللاعب او يعني التصرف في بطاقه اللاعب. لان اللاعب تربى في النادي. اي نعم. واستمر في النادي لما وصل العمر اللي هو فيه 20 سنه قبل ما يوصل لعمر 23. طبعا هو ما في عقد حاليا بين اللاعبين وبين الانديه، حتى عندنا الثغره اللي من خلالها هذا كان ينظم عمليه انتقال لاعبين، يعني في لوائح وقوانين اخوي بداح نظمها الاتحاد الدولي. اللاعب الهاوي يحق له انه يوقع اي عقد احتراف ما دام ما عنده اي نادي كان بدون العوده الى موافقه ناديه الاصلي. وهذا اللي ما لجأوا يعني. طبعا احنا عندنا خالد الرشيدي وصالح مهدي سبق وحصل معاهم هالشيء يعني، وردوا الكويت ووقعوا عقود احترافيه، والنادي لم يحصل على اي شيء، على اي مبالغ. فالاتحاد الدولي عمل لوائح وقوانين حق هذه الشغله، فهم لجأوا الى توقيع عقد احتراف. طبعا العقد الاحتراف لابد ان يكون هناك مبالغ ماليه يتقاضونها، سواء من مقدم عقد او رواتب، والعقد يكون مؤرخ في اصدار وفي انتهاء. حلو. بناء على هذا عبد الله معنا احد اللاعبين اللي هو الكابتن عبيد منور من سلطنه عمان، اتصال معاه. حياك الله كابتن عبيد. حياكم الله. هلا بك. الله يعطيك العافيه، وان شاء الله نتمنى لك النجاح في تجربتك في الاحتراف في سلطنه عمان. يعطيك العافيه اخوي بداح، ومسي عليك ومسي على ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين. عبيد
امر. احنا نبيك اول شيء تقصر على التلفزيون اللي عندك، لان بنسالك سؤال حديث الشارع الكويتي الان. اخوي بداح بس ما عليك امر، ما عندي تلفزيون بس الصوت ترى بعيد. الصوت بعيد مو مبين مو واضح. عموما عندنا ظاهر مشكله فنيه. تسمعني الحين عبد الله عبيد؟ اي نعم اي نعم اي. كابتن عبيد، تجربتكم بشكل عام، انتم طلعتوا بمحض ارادتكم او تم تفاهم بينك وبين ناديك قبل لا تطلع بهالطريقه يعني؟ لا بالعكس يعني احنا لقينا عرض من سلطنة عمان، يعني مثل ما انت عارف يعني النادي رفض لنا، يعني رفض لي عروض يعني كثيره 4 سنوات، يعني قاعد تجيني عروض وكان يرفضها يعني. فلما جاني العرض من سلطنة عمان استغليت يعني الفرصه وقلت خلني اجرب نفسي هناك يعني، والحمد لله على كل حال. نعم. طيب يعني انت اتجهت الاتجاه هذا لان ما عندك خيار ثاني. مجلس اداره نادي الساحل ما حاولوا انهم يعني يوافقونك على اخوي بداح مثل ما انت عارف يعني احنا نظام الكويت نظام هواة، يعني انت مقيد بالنادي، يعني لما خلاص لما تعتزل انت بالنادي الا اذا ما طلعوك الاداره، والاداره طبعا الاداره الحاليه اداره معينه، يعني ما يحق لك انك تنتقل ولا شيء. يعني الرئيس ابو فهد سبيعي ما كان مقصر، كان جايني عرض شفوي وما كان يعني رافض، بس الهيئه رافضه مبدا ان الادارات المعينه تنقل لاعبين. فكان اختياري ما كان عندي الا الحل هذا، اني اطلع على الاقل ومنها تجربه احترافيه، ومنها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اكون يعني ملك نفسي، يعني عشان انا اقدر اوجه يعني اروح اي جهه انا ابيها. نعم. فما كان لي الحل هذا، يعني 4 سنوات ما كنت اقدر اطلع، يعني كانت تجيني عروض مستفيد النادي وانا المستفيد، وكنت اقول لهم انا ما بي اي شيء، اخذوا انتم كل شيء، بس ما كان في يعني كله كان رفض. فش اسوي يعني؟ ما الاتجاه هذا. نعم، يعني جبرت على الاتجاه هذا. عبيد مساك الله بالخير. مساك الله مثله. لا بك. عبيد، عقد احترافك كم مدته مع نادي صلاله؟ سنه ان شاء الله. سنه. راح قابل للتجديد. راح ترجع ثاني مره للكويت ام تستمر؟ والله اذا الله وفقني ان شاء الله احتمال اقعد، احتمال اروح دوري ثاني دول الخليج، يعني احتمال ارد في عروض قاعده تجيك على الهواء مباشره. اخوك جاسم الحربي يعني متعهد. باخذك عندي في الرياض. تبغى الهلال ولا الشباب ولا النصر؟ بعد عمري والله عزيزين وغاليين والله، بس الحمد لله اهم شيء الحين حاليا يعني موقع نادي صلاله يعني نعم. والله يكتب لي فيه خير يعني ان شاء الله. اذا عبيد الحين عندنا اخوك عبد الله الحمدان، بس وصار شبك في الموضوع عندنا. بس عبيد بطاقتك الدوليه وصلت ولا بعد؟ والله ما ادري. انا بالنسبه لاخوي عبد الله سيد عبد الله، انا طبعا احنا طلعنا رحنا العمان عن طريق متعهد، كلمنا يعني، عرفت كان في صديق عندنا بالكويت وقالنا الخطوه هذه وقبلنا فيها الحمد لله. ردينا الكويت قبل يومين تقريبا عشان نخلص امورنا، يعني طبعا الدوامات والاشغال. فاخوي سيد عبد الله الحمدان بالنسبه لي انا اعرفه من زمان يعني، وعبد الله ما شاء الله يعني حاليا هو مدير شركه هاتريك، والمتعهد مال عدنان حمد الحمادي، يعني ما شاء الله يعني اسامي ما شاء الله يعني معروفه بالوسط الرياضي. نعم. ايوه. اخوي عبد الله عرض علينا يعني انه يكون ان نوقع معاه عقد مع شركه طبعا. بالعكس يعني السيد عبد الله ما شاء الله يعني اغلب لاعبين عمان ما شاء الله هو اللي جايبهم، وله يعني باع بالدول الخليج كلها، يعني بالسعوديه وبالكويت وبعمان وبالبحرين ما شاء الله. فيعني مثل ما انت عارف يعني انت تروح للشيء المميز والشيء المعروف، ولا قصور يعني ولا قصور بالشركات الثانيه يعني، ولا المتعهدين الثانيين كلهم فيهم الخير والبركه. بس احنا راينا ان اخوي عبد الله يعني ان شاء الله يكون هو الانسب لنا انه يسوقنا يعني، ونكون تحت عبيد. بس احنا عندنا خبر ان في عندك عرضين احتراف من القادسيه ومن العربي، فيا ريت توضح لنا هالكلام. لا ما في اي شيء لحد الحين، وبالعكس انا اتشرف اني اكون باي نادي بالكويت، وقادسيه والعربي ما يحتاج يعني قطبين الكره الكويتيه، بس انه ما في الحين اي كلام ولا شيء. همي الحين اني اكون بتجربتي الاحترافيه الحين، واني اركز عليها، واني انفع ان شاء الله نادي صلاله. ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لك التوفيق. عبيد مرزوق عندك؟ مرزوق زكي؟ اي لحظه عطني
ما يبي يتكلم يا محمد. الو، حياك الله كابتن مرزوق. الله يحييك كابتن مداح. هلا والله، شلونك؟ زين ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق طبعا. اجمعين ان شاء الله، اجمعين طال عمرك. احنا ما راح نسالك نفس الاسئله اللي سالناها عبيد، لكن انا بسالك سؤال واحد. الاتحاد لكره القدم سمعنا كلام انه يعني راح يمنعونكم من الانضمام للمنتخبات. المنتخب الكويتي، الكلام هذا شنو وقع عليكم كلعيبه يعني؟ والله شوف انا ما راح اطول عليك يعني، بس بعطيك اختصار من الكلام. انا سمعتها نفس الحكي، بس صدقني والله العظيم اذا سووها الحركه هذه يعني تقريبا سنفهم حق اللاعبين المحترفين برا. احنا رايحين نحترف برا، كان نرفع علم دولتنا برا وداخل، يعني قاعد نشرف انا دولتنا برا. يعني اذا والله وفقنا يعني بدوري العماني راح يتكلمون عن دوري الكويت، راح يقول ما شاء الله لاعبين دوري الكويت ممتازين. يعني كيف نفس الشغله انه راح نتكلم، راح نرفع علم دولتنا يعني بعمان. نعم. طيب البطاقه الدوليه وصلتكم اللي طلبتوا على اساس تسجلون بالانديه؟ والله حاليا للحين ما وصل لنا شيء، بس ان شاء الله نتمناها عن قريب يعني ان شاء الله. مرزوق سلام عليك. اخوك عبد الرحمن ابو عوف. نعم عبد الرحمن محمد وياك. والنعم. هلا والله كابتن عبد الرحمن، كيف حالك؟ الله يسلمك حبيبنا. اول شيء انا طبعا اتمنى لك التوفيق في الاحتراف الموجود في عمان، ولكن هل وصلتكم رساله رسميه من الاتحاد الكويتي بتوقيفكم عن المنتخب؟ لا طب ما وصلنا شيء رسمي. يعني شيء رسمي ما بلغتوا فيه؟ لا بس كلام جرايد بس. تصريح. عموما نتمنى لكم التوفيق اخوي مرزوق، وانتم من لعيبتنا، من خيره اللعيبه الوطنيين، ويمكن هناك من يعارضكم وهناك من يأيدكم في هذه القضيه، لكن في النهايه ان شاء الله نبي الشارع الكويتي كله ان شاء الله يوقف ويانا ويدعي لنا يعني. ان شاء الله. تجربه يعني تجربه احترافيه ان من احنا نستفيد ومن يعني نفيد نفسنا ونفيد غيرنا يعني. ان شاء الله مرزوق كل شيء يصب في مصلحه الكويت، ندعو من الله العلي القدير انه يوفقكم اذا كان الشيء هذا في مصلحه الكويت ان شاء الله. مشكور والله يعطيك العافيه وبالتوفيق ان شاء الله، وسلم على اخوانك اللاعبين اللي ما قدرنا نكلمهم. اخوي مداح بس يمكن ذكر ان البطاقه، يمكن البطاقه الدوليه ذكر ان البطاقه الدوليه الاجراءات الرسميه يعني حسب لوائح وقوانين الفيفا. نعم. ان بعد ما يقيد اللاعب في صفوف النادي الجديد اللي هو محترف وفقا لعقد احترافي، نعم، في مبالغ ماليه ومؤرخ في اصدار وانتهاء، اللاعب يرسلون طبعا النادي العماني مثلا نادي احد اللاعبين يرسل دعوه الى نادي ظفار، يرسل دعوه للاتحاد العماني بطلب بطاقه اللاعب من الاتحاد الكويتي. الاتحاد العماني يخاطب الاتحاد الكويتي بخصوص بطاقه اللاعب. الاتحاد الكويتي في دوره يقوم في مخاطبه نادي اللاعب اللي كان فيه هاوي. النادي الاصلي. النادي الاصلي للاعب يعني. نعم. في ظرف 30 يوم، في ظرف 3 شهور. عبد الله الاتحاد العماني خاطب الاتحاد الكويتي بطلب والله حسب علمي انه خاطب. نعم. وتم رفض من الاتحاد لا الكويتي. الرد للامانه انا ما ادري فيه رفض او قبول او عدم رد، انا نعم. ما ادري. وصل الرفض من الاتحاد الكويتي بعدم في حال يعني في حال رفض من الاتحاد، رفض من الاتحاد الكويتي اعطاء بطاقات اللاعبين الدوليه. انا بناء على غرض النادي. لان هني في اشكاليه. في اشكاليه. الاتحاد الكويتي لازم يخاطب النادي نعم. الموجود في الكويت. نعم. والنادي هو اللي يرفض مش الاتحاد. بس احنا عندنا وضع استثنائي يمكن انتم بحطكم بالصوره فيه. عندنا انديه بالكويت يفترض ان مجالس اداراتها منتخبه، فعندنا وضع استثنائي في الفتره الاخيره. هناك انديه تم حل مجلس اداراتها وموجوده ادارات معينه من قبل الحكومه. معينه ولا مؤقته؟ بما ان الاتحاد الوطني تحت مظله الفيفا يفترض انه يتعامل بشروط الفيفا. نعم يتعامل في شروط الفيفا، وهذا في نقطه. الاتحاد الكويتي الحالي لما حس ان في تظلم في المشكله الرياضيه اللي حصلت عندنا في الكويت لجأ الى الفيفا. نعم. وهذا حق مكتسب. نعم. واخذ حقه عن طريق الفيفا. فايضا لاعبين الان لجأوا الى الفيفا وهذا حق مكتسب لهم. نادي فانت ما يصير انت يعني مثل ما ترحمني على قولك ارحمك انت، ارحم نفسي ما ارحمك انت معي. نادي الساحل ونادي التضامن خاطب الاتحاد الكويتي. نعم الاتحاد الكويتي خاطب الانديه خلينا نقول ورفض الانديه خلال 30 يوم في حقوقهم. الحين شنو الخطوات المتبعه يعني في بعد رفض الاتحاد الكويتي تسليم البطاقات؟ الاتحاد العماني ينتظر 30 يوم. اوكي بعد الفتره هذه يخاطب الفيفا ان الاتحاد الكويتي سواء رد بالرفض او عدم الرد او كذا، يعني غير القبول طبعا، يا الرد بالرفض يا عدم الرد. يعني مثلا خلينا نقول ما ردوا نهائيا على الموضوع. 30 يوم تصدر يعني الفيفا يامر في اصدار بطاقه
للاعب عن طريق الاتحاد العماني. طيب سمعنا ملك للاعب يعني. نعم تكون ملك اللاعب خلاص بعد انتهاء العقد يصير اللاعب يملك بطاقته الشخصيه. احنا سمعنا بخصوص الشهر والمده اللي يجي توصل فيها بطاقه اللاعب الدوليه ان في نظام جديد اسمه الاي تي ام، ان خلال تي ام اس او تي ام اس توصل خلال البطاقه بظرف اسبوع. في ظرف اسبوع. الامانه هذا الشيء الفيفا طبقوه بس الان ما ادري عن انجازاتنا في الخليج. انا امس ناقشتهم رسلتهم كتاب عن طريق عدنان حمد الحمادي، هو الوكيل المعتمد للشركه لدى الفيفا يعني. فاحنا ننتظر رد في خصوص هالنقطه هذه. هو عنده لوائح جديده. هذا النظام ترى جديد هو يعني. عند احدى الصحف المحليه الاخ سهو السهو من ضمن الاتحاد سكرتير اتحاد الكويت لكره القدم يعني اكد انهم مشاركين في النظام هذا الاحترافي وان يعني يفترض ان يتعاملون من خلال النظام. انا بتكلم بخصوص تصريح امين سر الاتحاد بخصوص توقيف اللاعبين. نعم. انا بوجهه نظري ان الاتحاد الوطني اتحاد محايد. اتحاد كرة القدم هو اتحاد محايد، والدليل لما الاتحاد العماني او اي اتحاد خارجي يعني يخاطب الاتحاد الكويتي في سبيل طلب بطاقة اي لاعب هاوي، الاتحاد الكويتي بدوره يقوم يخاطب النادي. لو هو غير محايد كان هو رد عليهم سواء بالقبول او بالرفض. فهذا دليل انه هو اتحاد محايد، يعني ما اعتقد ان اللاعب طلع برا على اساس انه يمثل المنتخب يعني. عرفت؟ فهذا شيء يفيد الكره الكويتيه، فما اعتقد ان ايقافهم يعني. الانديه تحت مظله الاتحاد ولازم الاتحاد يطالب في حقوق الانديه يعني. اما يصير الاتحاد يكون محايد في هالنقطه. طبق الاحتراف. طبق الاحتراف هذه النقطه الاساسيه. في نقطه اخوي ابداح ان يعني اللاعبين هل من الممكن انهم يشاركون بالفتره الحاليه يعني بعد اغلاق باب الاحتراف ام ينتظرون شهر واحد؟ والله شوف، هو كقانون الفيفا لا يحق للاعب المشاركه في 3 انديه في موسم واحد. يعني اللاعب الحين هم اعتقد لعبوا في الدوري اول كم مباراه. لعبوا في الدوري والان هم في عمان. في شهر واحد ما اعتقد ان هم يقدرون يردون الكويت مره ثانيه. لا في مشاركتهم مع انديتهم العمانيه. نعم. اذا التسجيل مفتوح اغلق باب التسجيل في الكويت. يعني كل دوله لها. التسجيل مفتوح في عمان حاليا؟ اغلق يوم السبت الماضي اعتقد. بعد توقيع بعد توقيع نعم. يعني يحق لهم المشاركه حاليا؟ نعم يحق لهم المشاركه بدون بطاقه. نعم لان يحق لهم المشاركه لان ارسلوا له كتاب. بسألك عن شغله بس صفتك وكيل لاعبين زائد انك محاضر بالاتحاد الاسيوي واضيف عليها النقطه اللي تبي تقولها. يعني احنا سمعنا كذا لاعب هاوي يطلع ويتم اصدار بطاقه جديده من الفيفا. في حالات اخرى مماثله يتم تعويض الانديه من قبل الفيفا او حق التنشئه والتدريب. يعني يتم تعويضها بمبلغ معين. الكلام هذا ممكن يعمل فيه يعني عندنا لاعبين في الكويت لاعبين اثنين صالح مهدي حراس مرمى وخالد الرشيدي انتقلوا لاكبر انديه بالكويت وما جاء تعويض للانديه السابقه لهم. شوف بالنسبه لفترات التسجيل بس عشان اعدل عندك فترتين تسجيل ثابته على مستوى العالم كله. فتره الصيف؟ فترتين محدده بالتواريخ. كل بدايه الموسم بعد 6 شهور تصير الفتره الثانيه. هذه ثابته على مستوى كل دول العالم. فهذه بس النقطه اللي بذكرها. بالنسبه لحقوق اللاعبين، اذا انت نفسك مش قاعد تبحث عن حقوق اللاعبين فليش انت قاعد تحرمهم من حقوقهم من ياخذونها من الاخرين؟ عرفت؟ اذا انا اب لابني وانا موفر له سبل انه يكمل دراسته وجاء جاري وقام يوفر له بيصير انتماء الجاري طبعا وحتى لو انا بس انت شهادتك مجروحه انت وكيل لاعبين تتكلم من الزاويه هذه يعني. لا شوف والله ثم والله انا شوف الحمد لله ماديا مبسوط الحمد لله الحمد لله ولا فتحت لا على سبيل الدعابه يا استاذ جاسم عارف انا عارف جايبين هنا تبون تحجروني شوف جاسم اقاطعك عندي اتصال من اخونا سالم الحبسي من الاتحاد العماني. الله يحييه. امين سر الصحفيين العمانيين. امين سر الصحفيين الخليجيين والعمانيين. حياك الله اخوي سالم وسعيدين بتواصلك معنا. مساك الله بالخير ونمسي على جميع الاخوان الضيوف في الاستوديو ان شاء الله يعني يكون الحوار ذو نتائج ايجابيه باذن الله. ان شاء الله واحنا برنامجنا اسمه سير علينا ونتمنى انك تسير علينا في يوم من الايام ان شاء الله استاذ سالم. حاضرين ان شاء الله يشرفنا ذلك. الساعه المباركه. استاذ سالم عندنا الصحافه المحليه يكتبون اللاعبين الهاربين عن لعيبتنا اللي احترفوا عندكم. شنو وضعهم عندكم؟ هل هم هاربين في نظر الصحافه العمانيه كذلك؟ يعني انا حقيقه اقول لك انه هنا صار ترحيب كبير جدا في سلطنه عمان باللاعبين الكويتيين اللي شاركوا في الدوري العماني اللي يعني بدا الموسم من تقريبا اسبوع. وجد اللاعب الكويتي ترحيب كبير جدا على مستوى جميع الاصعده سواء الرياضيه
في الوسط الرياضي او كذلك الوسائل الاعلاميه سواء صحف يوميه او تلفزيون او اذاعات. وطبعا يعني يعتبر او يعامل اللاعب الكويتي في السلطنه كلاعب مواطن وهذه قضيه اساسيه راح نتطرق لها شوي. نعم. وربما كان صدى التعاقد مع اللاعبين الكويتيين سواء من نادي ظفار او من نادي صلاله او من نادي ايضا الشباب كان صدى واسع جدا، وربما ايضا اعطى بعد اكبر، لان هناك ربما تكون هناك منافسه اكبر من السنوات الماضيه لهذه الانديه اللي تعاقدت مع اللاعبين الكويتيين. طيب اخ سالم، انا بسالك سؤال وابي اجابته بامانه مثل ما عهدناها منك. هل تم التعاقد مع اللاعبين لتشكيل اضافه فنيه لفرقهم، او لانها صفقه ما راح تخسر الانديه العمانيه الكثير خصوصا في الوضع اللي حصل مع العباد؟ لا طبيعي، ما في نادي حقيقه، يعني انا اكلمك الان على سبيل المثال على نادي ظفار. نادي ظفار هذا الموسم حاط عينه على انه يحقق بطوله كاس صاحب الجلاله ال40، وهذا الكاس الغاليه يعني ربما معظم الانديه شاده حيلها وحاطه امكانياتها الماليه والفنيه من اجل تحقيق هذه البطوله الغاليه. فبالتالي انا اتصور نادي مثل نادي ظفار اللي هو يعد من المرشحين مقدمه للمنافسه على هذا اللقب، من المستحيل انه يجيب لاعب يعني تكمله صف او تكمله صفوف اذا لم يكن اللاعب في مستوى جيد وانه ممكن يضيف للفريق. من المستحيل انه يحصل على فنيله يصل مع نادي ظفار. نادي ظفار الان يعتبر من الانديه الكبيره في السلطنه وتاريخه معروف، عنده اكثر من 19 بطوله، فما اعتقد انه نظره التعاقد بتكون بهذه يعني السلبيه. فانا اتصور انه اختيار نادي ظفار لاي لاعب سواء من الخليج او من خارج الخليج، سواء من اوروبا او من البرازيل او من افريقيا، يكون على اسس معينه، يتم على اختبارات معينه، تطلع على فيديوهات احيانا ايضا ترسل عن طريق يعني اللي هم لهم علاقه في التعاقدات. فاتصور انه لا يمكن ان يغامر نادي ظفار باسمه، وخاصه في هذا التوقيت نتكلم عنه انه يسعى لتحقيق بطوله كاس ال40، خصوصا ان اللاعب الخليجي يعامل كمواطن وما راح ياخذ مكان لاعب محترف اخر يعني. نعم. هذه نقطه هو طبعا يعني نادي ظفار للعلم يعني او للتوضيح يمتلك عدد كبير من اللاعبين البارزين اللي هم المحترفين الان ايضا في دول الخليج. من ضمنهم يعني عنده لاعب حسين الحضري كان يحترف الموسم الماضي في الامارات. هذا اللاعب الان في المنتخب الاول يتنافس عليه المنتخب، يعني لعب مع المنتخب الاولمبي ولعب الان مع المنتخب الاول، ومع ذلك نادي ظفار لانه وجد للاعب عرض جيد اعطى فرصه للاعب على اساس يدخل في اجواء الاحتراف. وانا اتصور انه اللاعبين الكويتيين الحاليين المشاركين في الدوري العماني سيكون لهم اضافه جيده، لهم بصمه، ايضا بيضيفوا نكهه للمسابقه بشكل مميز. سؤال اخير استاذ سالم، انه اي لاعب في دول الخليج عندما ينتقل من بلده الى دوله ثانيه يعني يدخل في اجواء الاحتراف بشكل مختلف عن انه يكون في نادي او نادي الام، خلينا نقول. نعم، والبيئه مشابهه. نعم. بالبرامج التدريبيه. نعم. يكون يعني دائما يحرص انه يقدم مستوى اعلى من المستوى يعني اللي هو معهود فيه، لانه الانظار دائما تكون مركزه عليه، فبالتالي نعم. الحصيله او المحصله النهائيه تكون دائما عائده على اللاعب، لانه دائما يعتقد انه هو الان في اجواء الاحتراف الحقيقيه. طيب اخوي سالم، ما تخاف ان الانديه الكويتيه والعمانيه يصير تعكير للعلاقات اللي بينهم بعد هذه الحادثه؟ يعني انا لاعب ترعرع عندي ودربته وتعبت عليه، وبالاخير انت تستغل ثغره بالقانون وتاخذه عندك، الشيء هذا ما راح ينعكس على العلاقه بين الانديه الكويتيه والعمانيه؟ لا نحن ان شاء الله يعني ما يكون بهذا المنظور يعني المساله، يعني انا اتصور بانه يعني العلاقه بين الانديه العمانيه والانديه الكويتيه قائمه بشكل كبير من سنوات ماضيه، عندنا عدد كبير ان شاء الله احنا دائما اكبر من الامور هذه. عبد الله الحمدان وكيل اللاعبين، مساك الله بالخير سالم. مساك الله بالنور يا استاذ، حياك. واحشنا صراحه. الله يعافيك يا حبيبي، الله يعافيك. اخوي سالم، انا بعرف شنو ردود الصحافه العمانيه بعد سماع خبر تعاقد انديه ظفار وصلاله والشباب مع اللاعبين الكويتيين. حقيقه شوف، نحن يمكن يعني قلنا عندكم في الكويت عندكم ديوانيات، نحن عندنا الجلسات المسائيه خاصه للرياضيين والصحفيين. الخبر لما جاء هو طبعا كان في تكتم مع الخبر على ما يبدو من اداره نادي ظفار خاصه، لكن لما نشر الخبر جاء الخبر واصل للصحف متاخر ليلا، ومع ذلك سبقت الصحف انه ينشر الخبر
بشكل مباشر في اليوم الثاني. انا اتذكر انه كنا جالسين مجموعه من اعضاء اتحاد كره القدم وكذلك رؤساء بعض الانديه. الخبر كان بالنسبه لهم يعني له صدى كبير جدا، لانه يعني اللاعب الكويتي عندما يشارك ايضا في الدوري العماني يضيف لهذه المسابقه. كان في اهتمام كبير جدا، وكان ايضا حتى الخبر بالنسبه للجميع الحاضرين من الاعلاميين او الرياضيين خبر يعتبر مثل السبق، يعني السبق انه انديه عمانيه تتعاقد مع لاعب كويتي. خلينا اشير ايضا نقطه ثانيه، يمكن هي ليست السابقه الاولى انه لاعبين كويتيين يشاركوا. علي مروي سابقا. انا اتذكر انه ايضا الكابتن علي مروي شارك مع ظفار وحقق مع ظفار بطوله الكاس. وانا اتصور يعني لا اعتقد، يعني عوده الى السؤال الاول، بانه لا اعتقد اي نادي سواء نادي ظفار او حتى الشباب او حتى صلاله انه عندما يتعاقد مع لاعب يجب ان يكون في نصب عينه بانه هذا اللاعب سيفيده، سيضيف له من الجوانب الفنيه. بما انك شيخ الكتاب العمانيين اخوي سالم، هلا بلاعبينا عاد تقصر فيهم. في عيوننا والله نحن فديت عيونك. انه اخ سالم يعطيك العافيه. نعم يعطيك العافيه. الله يعافيك، حياكم الله، ان شاء الله موفقين. بس يعني عندي سؤال لك، سؤال اخير بس، هل الانديه العمانيه مطبقه الاحتراف بشكل كامل وهل هناك عقود احتراف؟ والله هناك توجه الان صار له سنتين، يعني في عدة خطوات. قضية تنفيذ الاحتراف بشكل كامل لا تستطيع أن تنفذه في يوم وليلة. اتحاد الكرة العماني قام العديد من الندوات في ظل توجه الاتحاد وكذلك الاتحاد الآسيوي في قضية أنك تحول الأندية إلى الأندية الاحترافية. فيها طبعا جوانب فنية وفيها جوانب أيضا إدارية وجوانب اقتصادية. وأنا أتصور حتى وزارة الشؤون الرياضية اشتركت مع الاتحاد العماني لكرة القدم وكذلك مع لجنة الإعلام الرياضي في جمعية الصحفيين العمانية في وضع خطط سواء تثقيفية للرأي العام وكذلك لتحويل الأندية إلى أندية محترفة. الآن الخطوات الأولى ربما وضعت الأسس لها، لكن يبقى عملية التنفيذ. نعم. إذا جينا نتكلم الآن على عموما اخوي سالم، احنا ما نبي نطيل عليك، ويعني نشكرك اخونا سالم الحبسي امين سر الصحفيين الخليجيين. شكرا جزيلا. شكرا على هذه المداخله، مثل ما قال اخونا عبد الله مدحوا لاعبين، يعني حتى لو يضيع بلنتي يقول الحارس كان زين مو لاعب مو زين. الله يعطيك العافيه. مشكور اخوي سالم، مشكور، يعطيك العافيه على مداخلتك معنا. نبي نرجع لضيوفنا اخوي خالد، ويعني التجربه الاحترافيه في الامارات والسعوديه يمكن خذينا من اخونا جاسم، نبي نرجع لاخونا عبد الرحمن. انا ما كملت. وانت ما كملت. انا ايه صح. سالم ماخذ لعيبتكم. صح وانت عرضت على اللعيبه على الهواء مباشره نرجع لك. لا اقصد انا بكمل. انا اتمنى كاسره كويتيه، نعم، هذول ابنائنا، اذا النظام عندك ما يتيح لهم انهم يبدعون يستفيدون نعم. خليهم يا اخي يستفيدون برا. احنا يقول لك لا ترحم ولا تخلي رحمه الله تنسك، فخليه يستفيد. بالعكس يعني لما يطلع برا، الان العمانيين كيف استووا؟ ليش حققوا بطوله الخليج؟ لانهم احترفوا برا. يا سلام عليك. السعوديه الان ليش تطورت بشكل عام؟ الانديه، تطبيق نظام الاحتراف. الاول حتى كان بين الانديه، يعني كان الانديه تعد 1 2 3 4 انديه. الان الانديه صغيره صايره تفوز على الانديه الكبيره. نعم. مو بصغيره ان شاء الله في بس عندكم الاتحاد والهلال اللاعب اللي يبونه ياخذونه والله لو هذا ماديا. شوف انت على كيفك، انت زي انا لما ادخل معك منافسه انت تقول بريال انا اقول لك ب10 ريال وانت ما تقدر تدفع. ابى ادفع انا واخذ، ما فيها شيء. هذه لغه الاحتراف. ما يضر الانديه، ما يضر انا امكانيتي. انا عندي امكانيات كبيره ولكن النادي الثاني ما عنده امكانيه، يعني هذا هم ما راح يكون فيه موازنه بين الفرق. ما في مشكله، بالعكس انت ليش سويت احتراف؟ اجل ليش احنا اوروبا ما نسوي نفسه؟ طيب ليش ما يكون دعم للانديه؟ اوروبا يختلف عن وضعنا احنا. تو قال اخونا عبد الرحمن كابتن الكبير انه عندنا الدعم الحكومي. احنا لما يكون دعم حكومي موجود، بس نادي مثل الاتحاد والهلال اي لاعب ياخذه بالقيمه بحكم اعضاء الشرف الموجودين. يا سلام عليك. إيه اذا ما في دعم حكومي، ما في دعم حكومي، هني الفارق اعضاء الشرف. اذا ما في دعم حكومي هذا اعضاء شرف خياري، ما في شيء اجباري. يدفع او ما يدفع، ممكن يورطك بعد. يعني يدخل لك في قضيه لاعب في اخر وتم في ناس تورطوا صح. في ناس تورط، انسحبوا في اخر وصلوا مبالغ عاليه جدا ولا وفوا فيها، دوروا اي ثغره عشان يطلعون منها. فشوف انا للامانه انا يهمني والله العظيم بشكل وبدرجه خاصه دول الخليج انه يكون فيها توحد في الاستراتيجيه.
واحنا لما نقول استراتيجيه هو وضع خطه شبه ثابته لجميع دول الخليج. كابتن رايك في تطبيق معامله اللاعب الخليجي كمواطن تعود بالفائده على الانديه الخليجيه؟ والله شوف انا من وجهه نظري نعم. على اساس تسهل عمليه التنقل وكذا، لكن شوف اذا انت تبغى تطبق الاحتراف لا. اذا هنا بتصادر حقوق اللاعب. صحيح. يعني بدل ما يستفيد ونادي يستفيد، لان شوف اللي يتكلمون عنه ان النادي اللي تكلم عنه الاخ بداحته وقال اللاعب النادي يذهب عليه ويتدرب ومش عارف ايش ويروح بسهوله. في طبعا الانديه اللي تطبق الاحتراف في 10% بدل تدريب. مثلا لو عندي انا اللاعب في نادي ويبغى ينتقل مثلا من العربي للقادسيه او لاي نادي ثاني هنا ففي بدل تدريب اسمه 10%. لكن هذا اذا عليه النادي لكن اذا كان العربي والقادسيه مثلا مطبقين الاحتراف، اذا ما هم مطبقين تطالب في ال10% على اي اساس؟ عرفت؟ فانت من الاساس انت ما ترعى اللاعب، وانت شوف لما ترعى اللاعب تقول انا صرفت على اللاعب، تعبت على اللاعب، تعبت عليه تدريبيا لكن ما تعبت عليه تعليميا، لان في الاحتراف في تعليم. احنا اخذنا 50% من تطبيق الاحتراف وخلينا ال 50 الثاني. تلفون علي الحبسي، الكابتن علي الحبسي حارس مرمى منتخب عمان ونادي ويغن وبولتون سابقا، من ابرز المواهب الخليجيه اللي تشرفنا كخليجيين دائما ونتطلع الاخبار. حياك الله يا كابتن علي الحبسي. حياكم الله بالنور، مساكم الله، حياكم الله وسهلا. يا مرحبا كابتن، وانت تجربه احترافيه يعني كلنا نفتخر فيها، وفعلا انت لما نبي نضرب مثل في الاحتراف الخليجي نتكلم عن علي الحبسي يعني صراحه. اول شيء الله يسلمك والف شكر لكم ونمسي بالحضور الكرام المتواجدين معاكم. الحمد لله رب العالمين. اكيد تجربه الاحتراف اللي اخذتها انا يمكن تجربه طويله، مش هي سنه وسنتين او ثلاث تتكلم عليها. الحمد لله الحين يمكن دخلت في السنه الثامنه انا. تجربتي الاولى كانت في نادي لين النرويجي. يمكن الكثير من خصوصا هنا يمكن اتكلم على كوني لاعب عماني في الدوري العماني، يمكن هي الظاهره الاولى، يمكن الظاهره الاولى الحقيقيه. يمكن في قبلها كان الكابتن هاني الضابط بس لفتره معينه بس ما واصل فيها. بس الشيء يمكن اللي يختلف فيها ان انا وصلت ورحت للنرويج مع ان ناس كثير كان يعني كانت خطوه جريئه منك كابتن علي واستمريت لغايه اليوم 8 سنوات. عشان كذا اقول لك هي يعني خطوه يريد لها جراءه، يريد لها صبر، يريد لها تضحيه. يعني في اشياء كثيره تتكلم عليها تبقى مغامره. لكن السؤال كابتن علي معلش انا قاطعتك، انت انسان ابن الخليج وعشت في اوروبا كلاعب محترف 8 سنوات. احنا نبي اجابتك انت، يمكن انت الاقرب للمجتمعين اللي عايشتهم. هل اللاعب الخليجي حاليا تشوفه مهيأ ويملك المقومات للاحتراف الاوروبي والخارجي؟ والله شوف كل امانه كابتن علي، انا اتكلمك من خلال تجربتي ومن خلال الاشياء اللي لاحظتها، يمكن سواء كنت في النرويج او سواء كنت فيها في الدوري الانجليزي. انا اكلمك كوني الشخصي. انا لو اجيت من الدوري العماني الى الدوري الانجليزي ما اعتقد انها راح تكون تجربه ناجحه وبتكون تجربه فاشله بالنسبه لي. التدرج مطلوب. ايوه، فالتدرج حاجه مطلوبه. التدرج من خطوه. نفس الشيء التضحيه، يعني ارجع لك مره ثانيه التضحيه والصبر. يعني الشيء اللي ضحيت فيه، انا ضحيت باشياء كثير. التجربه الاولى اللي اخذتها في النرويج مش هي مساله ماديه، بالعكس. يعني انا الشيء المادي ما كان بالنسبه لي اي منظور فيه، وبالعكس انا ما استفدت اي استفاده من خلال 3 سنوات اللي قضيتها في النرويج. ما اعتقد انه كان، يعني انا اتوقع اللاعبين العمانيين، بعض اللاعبين العمانيين اللي كانوا في الدوري العماني يمكن حصلوا رواتبهم اكثر او عقودهم اكثر من اللي حصلته انا في النرويج. فالمساله هي مش مساله يوم او يومين او سنه او سنتين، المساله هي بعد النظر. انت وش تريد من خلال تجربتك الاحترافيه؟ هل تريد انت مش مساله انك تحترف سنه سنتين بعدين ترجع، او هي مساله ماديه، او مساله انك انت تنظر للمستقبل البعيد او تنظر للشيء اللي انت تنظر له توصل انك توصل باحسن دوريات في العالم، وهي مساله التدرج. الدوري النرويجي يمكن من الدوريات المهمه بالنسبه للانديه الكثيره سواء في انجلترا او في فرنسا او في اسبانيا او حتى في ايطاليا. كل هذه الدوريات دائما اللاعبين المميزين اللي هم مواهبهم يعني جيده. ويمكن نفس الشيء نجي العامل الثاني هي الرخص في اللاعب.
يمكن يكون مميز في الدوري النرويجي فينتقل من مرحله. يعني انت تطالب اللاعب الخليجي بعدم الانتقال المباشر للدوريات القويه مثل الايطالي والانجليزي؟ لان راح تكون ممكن راح تكون تجربه فاشله. زين، عندنا حدث الحين على مستوى الخليج، عندنا يمكن سمعت فيه انت موجود في السلطنه الان، اللعيبه الكويتيين اللي اتجهوا لعمان واحترفوا هناك، انت ايش رايك بالتجربه هذه؟ والله شوف، انا يمكن هذه الظاهر اللي سمعت فيها انتقال اللاعبين الكويتيين، يمكن 3 أو 4 لاعبين، صراحه عن نفسي سمعتها لما يمكن يوم الاثنين انا وصلت يوم الاحد واحد من الاخوه ذكر لي ان في لاعبين كويتيين اجوا وراح تكون لهم تجربه في الدوري العماني. بالعكس، لو هذا اللاعب يحس نفسه ان الدوري العماني او الانديه، انديه الظفار او انديه الشباب، راح تضيف له كمهاره كمستوى يعني دافع قوي بالنسبه له انه يخطو هذه الخطوه. شوف، يمكن نفس الشيء لازم مهم من هذا اللاعب، إن يمكن بالنسبه له خطوه جريئه، ليش لا؟ يعني بالعكس، يعني بس بالنسبه لي انا اتمنى، يعني انا اضرب لك مثل الحين، انا انتقالي من بولتون الى ويجن، انا عن نفسي انا حسيت انها كانت مغامره بالنسبه لي. يعني نادي بولتون افضل امكانيات من نادي ويجن، بس انا حسيت ان فرصتي راح احصلها في نادي ويجن. ايوه، فهذا اللاعب الكويتي اللي جاي من الانديه الكويتيه يمكن حصل نفسه ان تجربته راح تكون ناجحه وراح تكون فرصته وظهوره اكثر في انديه عمانيه. ولا تنسى ان نادي الظفار من الانديه الخليجيه المعروفه. نعم. ومستواها كمستوى في الدوري العماني ممكن راح يضيف بالعكس، يعني نقله بالنسبه له هو يعني مؤيد الخطوه انت بشكل عام. بالعكس، يعني الاحتراف في النهايه، شوف الاحتراف في النهايه يضيف للاعب، سواء من ناحيه الفكر، سواء من الناحيه البدنيه، وفي النهايه انا احس ان اللاعب لازم يكون عنده هدف. وش الهدف من تجربته الاحترافيه؟ هل هي مساله ان لو اجى من الدوري الكويتي للدوري العماني مساله انه بس تنقل ما في هدف معين؟ ما اعتقد ان التجربه راح تكون ناجحه. اما لو كان كابتن علي يعطيك العافيه. تفضل حبيبي، الله يخليك يا رب. لا اسف المقاطعه، بس حاب اعرف منك شنو ينقص اللاعب الخليجي للاحتراف؟ يعني انت ذكرت عده عوامل، لكن ابي اعرف شنو ينقص اللاعب الخليجي للاحتراف الخارجي؟ نواقص اللاعب الخليجي للاحتراف الخارجي. والله شوف، ما اعتقد ان المهاره موجوده، القوه موجوده. انا اعتقد الشيء اللي احنا اللي ناقص اللاعب الخليجي ثقته في نفسه، ان انا ممكن اوصل، ثقته في نفسه الداخليه، او ان انا في عندي هدف معين، ان انا ممكن اوصل لابعد من الشيء اللي انا وصلته. لو كان عندي الفكر الهدف ان اوصل الدوريات الاوروبيه الكبيره بالتدرج، اعتقد ان ما في اي حاجه ممكن توقف. ما دام شوف، يعني انا اقول لك، ما دام في لاعب خليجي نجح في تجربته الاحترافيه، مثل انا نجحت في النرويج وبريطانيا والدوري الانجليزي، فاكيد في لاعبين خليجيين قادرين انهم يوصلوا، بس اللي هم يتدرجوا من دوريات ضعيفه الى الاحسن الى الاحسن الى الاحسن. ومع الاخلاص في العمل اتوقع انهم ما اعتقد ان في اي حاجه ممكن. واضح كابتن علي. عندك اخوك عبد الله الحمداني يبي يتداخل معك. مساك الله بالخير ابو حسين. مساك الله بالنور اخوي عبد الله، حياك الله. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. اول شيء ابو رهف شلونه؟ والله الحمد لله، لو الحمد لله بخير وعافيه، الحمد لله ابو رهف. عسى بخير ان شاء الله. اخوي علي، انت تأيد احتراف حارس المرمى في الخليج؟ يعني انت عارف دول الخليج لا يوجد احتراف حراس المرمى الا في عمان. هل تؤيد يعني انتشار الشيء هذا في قطر، في السعوديه، في الامارات؟ يمكن هذا الظاهر الوحيد اللي ناقص الدوريات الخليجيه. يمكن نحن اللاعب الخليجي ممكن يحترف في اي نادي. بالعكس، هذه حاجه انا اعتقد انها ظلم للحراس الخليجيين، انهم ما يفتحوا لهم المجال انهم يحترفوا في دوريات خليجيه ثانيه. فاعتقد من الاشياء اللي راح تكسب الحراس ثقه في نفسهم ان عطائهم يكون اكثر. بالعكس، المجال الاحتراف يطور من اللاعب ويطور من الانديه، لان في حراس خليجيه ما شاء الله عليهم مميزين جدا، ممكن يحترفوا في دوريات مثل يعني الدوري القطري، الاماراتي، الكويتي، السعودي، العماني. فالتبادل ما بين الحراس والاحترام ما بين الحراس اعتقد ان في النهايه يفيدهم ككل يعني. نعم. عموما كابتن علي الحبسي، نتمنى لك التوفيق في ناديك نادي ويجن الانجليزي، ولو ان احنا من انصار مانشستر، لكن نتمنى لك التوفيق ان شاء الله وتجربه رائده. وتاكد كابتن علي دائما احنا ندعي لك ونتمنى لك التوفيق. اي نجاح تحققه كابتن علي يعني كلنا الخليجيين نفرح فيه والله.
عسى الله يوفقك يا كابتن. الف 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 شكر لكم، واتمنى التوفيق لكل اللاعبين الخليجيين، واتمنى من كل قلبي ان اشوف لاعب خليجي ثاني ان شاء الله يكون في الدوريات الاوروبيه. الدوري هالسنه مانشستر ولا تشيلسي؟ شكلها من بدايه تشيلسي. الله يستر الله يستر. يلا الله كريم. حياك الله. يمكن كابتن بعوف استانس لما قلت له مانشستر كلنا مانشستر. مانشستر اكيد مانشستر ان شاء الله ياخذون البطوله. لا انا اخذ من كلام الكابتن علي الحبسي موضوع مهم جدا، هي الثقافه الكرويه عند لاعبتنا حاليا. حاله خاصه بالنسبه لعلي الحبسي، صعب جدا يعني الثقافه هاي غير موجوده، الثقافه الاحترافيه اتكلم غير موجوده حاليا في معظم دول الخليج، ونادر ما تحصل الثقافه هذه موجوده في كيفيه التعامل مع الاحتراف. يمكن من خلال تجاربنا نحن في الامارات من خلال 3 سنوات اكتشفنا اشياء كثيره بالنسبه للاعبين، عدم ثقافتهم الكرويه في يعني اتباع المنظومه الاحترافيه بشكل صحيح، ونواجه مشاكل كبيره جدا حاليا في التعامل مع اللاعبين في الاحتراف، لان مثل ما قلت يمكن في بدايه حديثي نظره اللاعبين ماديه فقط بحته، يعني يمكن ياخذ منك ولكن ما يبغى يعطيك، وهذه مصيبه كبيره جدا نظرا للثقافه الغير يعني الموجوده عند اللاعبين. احنا حاولنا ان نثقف اللاعبين، انا اتذكر قبل 2 سنين لما مجلس دبي الرياضي عمل على يعني محاضرات وندوات للمنظومه الاحترافيه، اتفاجأت ان جميع اطراف اللعبه متواجده في المحاضرات ما عدا اللاعب الوحيد اللي ما يحضر، وهذا يعني انت مسوي الاحتراف عشانه، ولكن معظم اللاعبين الموجودين في الانديه ما يحضرون هاي المحاضرات، ما يبغي يتثقف، ما يبغي يتعلم، نظرته ماديه فقط. طيب شنو مفهوم الاحتراف للاعب الخليجي؟ الاحتراف شوف هو مو اللاعب الخليجي او اللاعب اوروبي، احنا نتكلم عن اللاعب الخليجي، الاوروبي يمكن خاصين منك، انك انت تتبع الاحتراف بمنظومه، يعني تطبق الاحتراف بحذافيره، ما تتراخى فيها. مثل ما انت لك واجبات وعليك واجبات، لازم تأدي مثل ما انت تاخذ، لازم تكون متواضع، ما يكون عندك امور حتى يعني فقط اللاعب موجود وياك في ساعتين في التدريب، حتى خارج في بيته، في التعامل مع الجمهور، في التعامل مع الاعلام، في التعامل مع الاكل، في التعامل مع حياته الخاصه، كل هذه داخله في المنظومه الاحترافيه، احنا ما عندنا هذه الثقافه الموجوده، ممكن تحصل اللاعب يطلع طول الاسبوع سهران ولين الصبح ويقعد في الديوانيات ويقعد في المجالس ويلعب ورقه ويلعب وفي اخر الاسبوع تشوفه يبغى يلعب بالمباراه ما يقدر، ما يقدر يؤدي لك. هذه غير متواجده في يمكن الدول الاوروبيه، انا لازم انسق نفسي، لازم ارتب نفسي بشكل صحيح من بدايه الاسبوع الى نهايه الاسبوع لما تجي المباراه، هذه غير متواجده عند اللاعب الخليجي حاليا. ونرجع يعني الكلام اللي دار بينكم وبين جاسم ايضا، نرجع الى المنظومه، انا اقول لازم يكون في هيئه موجوده او لجنه موجوده تدير المسابقات الخليجيه بشكل اكثر، وتديرها بشكل منظم بشكل اكثر. نشوف بطوله الانديه الخليجيه لها لجنه، بطوله الخليج لها لجنه، بطوله انديه الناشئين لها لجنه، فهذه كثره اللجان مش من صالح اللعبه. لجنه واحده هي اللي تدير، هي اللي تحط المنظومه الخليجيه ونمشي عليها. تسمى بلجنه المحترفين الخليجيين ممكن باي مش المشكله المسمى، المشكله في تطوير. انا كلامك كابتن عبد الرحمن جرني النقطه برجع فيها لاخوي جاسم اني قطعته 3 مرات لازم اعوضه يعني. يعني اخونا كابتن هذه الوكلاء تعوضهم في الذات، ما تعوضهم كلام. اذا تبي صانع العاب ترى موجود، لكن محترف كابتن جاسم يعني اخوي كابتن عبد الرحمن جرنا نقطه جدا مهمه اللي هي عقليه الاحتراف لدى اللاعب. لكن احنا عارفين لعبه كره القدم 3 اضلاع، مشجع ولاعب واداره واعلام، جهاز فني ولاعب واداره، خلينا نقول بشكل اصح. الاداري الخليجي هل هو على مستوى الاحتراف؟ احنا يعني نشوف اللاعبين ونقول اللاعبين ما هم في عقليه الاحتراف، لكن الضلع الثاني اللي هو الاداري الخليجي القائم على اللاعب هذا، احنا نشوف الاداريين على مستوى اوروبا شلون متابعين لجدول اللاعب من الى. الاداري عندنا وجاهه اعلاميه، خلينا نكون صريحين يعني الا ما رحم الله، لكن اهم عندنا يجب تكون هناك عقليه احترافيه للاداريين ودورات للاداريين. يا سلام عليك. وايضا للجمهور. ايش رايك بالكلام؟ يا سلام، انت جبت قدك اليوم كلنا. أيوة. شوف انا بقول لك شيء، مع الاسف العقليه الاداريه غايبه،
بسبب عدم وجود الدورات الكافية. الإعلام مع الأسف لا يعقد له دورات متخصصة في الإعلام، يترك اليوم الكورة وبكرة يمسك قلم ويكتب على كيفه، وهذه مشكلة. بشكل عام مع الأسف يعني النواقص كثيرة. الاتحاد الآسيوي شنو دوره في النقطة؟ ما له دخل. اتحاد الآن محلي، تضبط أمورك أول شيء. أنا مشكل تشرف على الاتحاد، مو بكل شيء أنا أفرض المظلة يا أستاذ. أوكي ممتاز. هو يسوي دورات الإدارية، يتكلم عن دورات، ويسوي دورات للمحاضرين. احنا محاضرين نسوي لنا دورات، الحكام يسوي لها دورات، المراقبين الفنيين يسوي لهم دورات. لا، هي الاتحاد لا يسوي ضمن انت الاتحاد المحلي عندك لازم يفرض. وهنا الثقافة إذا وصلت للمسؤول أكيد انها كلامك معلش يا أخوي جاسم، خلنا نكمل. بس تقول الاتحاد الآسيوي عداها العيب بحكم انك احد المنتمين، والعتب على الاتحاد المحلي. الاتحاد المحلي ما قام بدوره، انت كاتحاد آسيوي هذا تحت مظلتك، يجب انك تفرض عليه. شوف هذا صحيح، انت بتفرض على كل الاتحادات، يجب ان تفرض اللي تحت منظومتك. تحت منظومتك. اوكي انا اعمل توصيات، لكن التطبيق ما اقدر الاحظك فيه في كل لحظه. لكن انت ليش ما تطور نفسك من تلقاء نفسك؟ يعني يكون عندك انت ليش موجود اصلا كفكر اداري؟ عشان تطور الاداريين. عرفت؟ ليش موجود كفكر اعلامي؟ عشان تطور الاعلاميين. حتى اللاعبين، انا بجي اللي ذكر الكابتن عبد الرحمن، عقليه الاحتراف. اي انت شلون انا انمي عقليه الاحتراف في اللاعب وثقفه؟ اجبره على حضور مثل هذه الندوات واعطيه شهاده. اذا ما حضرت الندوه هذه يخصم من الراتب. مو بيخصم، ما الفتره الثانيه ما سجلك كلاعب محترف اذا تبغى تسجل. او حتى اللاعب اللي يبغى يسجل من نادي لنادي، عندك هذه الحضور السيمينار احد الشروط للتطوير. احد الشروط الرئيسيه. يجي اللاعب غصب يعرف واجباته من واليه، زي ما ذكر في عندنا افراط في الحياه العامه للاعب. يجي يتدرب ويتجرب، شوف العتبات سهران للصبح، ممكن عدم مبالاه من اللاعب. عدم مبالاه، لان ما فيها اصلا. انت لازم تنور، تقول يكون دور الاداري في هالنقطة، عدم مبالاة لاعب. يمكن الدور الإداري هو اللي ينوه، هو اللي يذكره. ممتاز. احنا جينا الإداري نفسه مو هو عارف مهام. التمرين شغال، هو قاعد يقضي من الجمعية للبيت. هذا مسؤولية الأندية. مو صحيح. التفرغ يعني معناته التفرغ. لا التفرغ معناته احتراف مهنة. هذا إذا لازم أنا أحط سقف حتى لما أنا كإداري أتفرغ للعمل وما تعطيني مقابل مجزي طبعا، ما تعطيني مقابل، اذا معناته مش جايب اجل. بيعطيك مقابل. اذا لا تحاسبني انا لاني انا متطوع اصلا. بيعطيك مقابل، بس المقابل بيعتبرك ابن البلد. ما راح يقابل ابن البلد معناته بيعطيك اقل من الاجنبي اللي بيجيبه من برا. طيب اذا نرجع للجنه اللي انت قلت عنها، هي تحط ضوابط للاداري مبلغه كذا، المدرب الخليجي مبلغه كذا، تحط لك استراتيجيه. انت عندك في السعوديه، لعيبتك مفرغين كلهم، الانديه المحترفه المحترفين كلهم مفرغين. انا عندي في الامارات ما عندي هالشيء. غير مفرغ. المدربين لين الحين لين باكر يشتكون من بعض اللاعبين في بعض الانديه، يمكن اقول لك 75% من الانديه الموجوده في المحترفين يشتكون من عدم وجود لعيبه معاه في التمرين نظرا ل الحين اللاعب الاماراتي غير متفرغ، المحترف في الانديه في العين والاهلي والجزيره. انا اتكلم بشكل عام، ال 12 نادي في لعيبه لحد الحين على اعمالهم وفي نفس الوقت محترفين. على هالكلام مش مطبق الاحتراف بشكل صحيح، بشكل صوري. ما تطبق الاحتراف بحذافيرك. هذا راح يجرنا سؤال اللي هو نبي سلبيات التجربه الاماراتيه والتجربه السعوديه لحد الان ايش موجود. بس عبد الله عنده مداخله ما بيقطعها عليه. لا انا اقول بداح ان احنا صراحه محتاجين حق يعني اشخاص تجديد دماء لكادر حاصلين على دورات اداريين. تكلم اداريين طبعا لديهم القدره على تنميه القدرات، لديهم القدره على يعني على قولتهم لديهم الرغبه اطلاع على ما هو جديد من لوائح وقوانين الفيفا. هذا شيء مهم، يعني هذا كله يسعى الى تطبيق الاحتراف، خلق قانون دوري محترفين. اعتقد في قطر تعيين الاداري في الفريق او المشرف على الفريق او رئيس جهاز الكره عندهم الهيئه العامه للشباب الرياض اعتقد او المنظومه المختصه في هذا الشيء، يجب انه يكون لديه دورات، يجب مش عن طريق النادي، راح يكون عن طريق الهيئه في اختبار رسمي راح هذا يكون صح. قطر على طريق قطر. نتمنى من الاخ احمد عبد اللطيف معدنا يشوفنا اتصال مع اخونا ماجد الخليفي اساس ناخذ منه. بس رد على كلامك،
الانديه هي اللي اختار اداريينها، يعني مو معقوله هذا غلط، هذا لان كله محسوبيه راح يكون. انت لما تحط انا مجلس اداره، عرفت، واختار محسوبيه، هذا ولد عم فلان وهذا اخو فلان وهذا، راح يكون في مهنيه بس ما في مهنيه. عبد الله هذا كل يكون تطوعي. نعم. يعني الحين نحن انديتنا في دول الخليج كلها تطوعي. انا اشتغل تطوعي، جاسم يشتغل لانه كان في نادي من الانديه. شلون نوصل عقليه الاحتراف اذا فلذلك ما في المنظومه الاحترافيه اللي نطبقها بحذافيرها. مثل ما قلت لك انا كعبد الرحمن مثلا عندي شغله معينه، عندي دوامي موجود وعندي راتب اتقاضاه، فعشان اروح يعني اتفرغ للنادي او اتفرغ جهه رياضيه لازم يفرغني ويعني يعطيني مبلغ مضاعف على اساس انا ارتاح في الشكل. عندي عائله وعندي ملتزمات. اخوي عبد الرحمن، احنا كشركه رياضيه نسوق اللاعبين نعاني حتى في تسويق اللاعبين. لما انا اعرض لاعبين او مجموعه لاعبين مميزين على نادي، اوكي، تلقى ما ياخذ الا من فلان معين او من وكيل معين او من جهه معينه فقط، ما يتعامل مع اي وكيل. محسوبيه، هذا ولد عم فلان وهذا صاحب فلان، وفي كوميشنات يعني في هالامور. هذا قاعد تحصل عندنا يعني من تحت الطاوله. استاذ جاسم بدك سؤال وضيف النقطه. هذا مش مطبق عندنا لان في رواتب تصرف للاداريين والمسؤولين الاحتراف. طيب انتم في السعوديه، التجربه السعوديه، انت اول ما دخلت قلت انا ايش جاب فهد الهريفي عندكم؟ اي والله انا اشوفك من برا قلت فهد مو فهد. فهد الهريفي زاملك في المنتخب. نعم ما في شيء. نعم. ومن اللعيبه اللي لازمنا نتذكرهم وراح نذكرهم على طول، فهد ما ينسي. هو على فكره باكر موجود في الكويت، وموجود في الكويت بكره ان شاء الله الصبح راح يكون موجود. نحرص احنا نلتقي فيه. اخر مباراه نادي النصر شفت الجمهور رافعين يافطه، متى تكرمون فهد الهريفي؟ سؤال مختصاصي كان. شوف واضف الى ذلك سلبيات التجربه السعوديه لحد الان وجهه نظر. لا شوف الحمد لله احنا يعني صحيح في سلبيات، شوف ما دام في عمل في سلبيات، اذا ما تعمل ما عندك سلبيات. يعني وخرت على سؤال الهريفي. لا بجي للهريفي لانه يهمني يعني. فهد حبيبي وصديق واخ، ومشكلته مش بس مشكله، هي مشكله عامه وليس مشكله خاصه. نعم. مساله التكريم هذه تعمل اعباء ماديه على النادي، عرفت؟ فكل لاعب الان مثل النادي يقول لك تعال انت سويت فهد سوي لي، سويت لفلان سوي لي، فعامله لهم هل كل لاعب نفس فهد الهريفي؟ لا مو انا بدي شويه بس شوف انا هذا السائد، انا بنقل لك ما يقال في الشارع، لكن تبي وجهه نظري الخاصه ان زي ما تفضلت اللاعب اللي قدم نفسه مع النادي، قدم حقق بطولات انجازات ومع المنتخب ولا شعبيته ولا كان تاثيره الفني على مستوى الفريق، هذا من وجهه نظري لازم يكرم. يعني انا ممكن يكون نماذج، ممكن يكونون انتم عندي الان في سكوب موظفين بداح والاخ خالد انت تشتغل والاخ خالد ما غير وهذا اللي حاصل راقد وهذا اللي فهل اعاملك انت او اكافئك زي ما كافئ خالد؟ مو بصحيح، مو بفير، واحد يعمل واحد ما يعمل، فاذا هنا لابد يكون في تفرقه في عمليه تكريم اللاعب. بس انا خلينا ناخذ ماجد الخليفي. اي ماجد ابو محمد، لا بدل ابو محمد سعيدين بتواصلك معانا. انا سعيد الله يسلمك، جزاكم الله بالخير. حياك الله. من الشخصيات اللي دائما له حضور على الشاشه ما شاء الله، ودائما ارائك يعني تثير الجدل صراحه لكثره مصداقيتك صراحه. الله يطول لي عمرك ويسلمك. استاذ ماجد، يعني احنا اليوم معك. حياك الله حياك الله. واحنا في طور الحديث عن الاحتراف وتجارب الاحتراف في دول الخليج. يعني الاخوان ما قصروا بخصوص التجربه الاماراتيه والسعوديه والتجربه القطريه المثيره للاهتمام صراحه. الكل قاعد يشيد بهالتجربه، سواء من ناحيه المنشاه او اهتمام المسؤولين او دوري المحترفين القطري. يعني ما شاء الله نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في استضافه كاس العالم 2022 ان شاء الله. الله يسلمك. استاذ ماجد، التجربه القطريه ما لها وما عليها. شوف، ما لها وما عليها الكثير، لان احنا في بدايه الاحتراف الان، نقدر نقول سنه خامسه احتراف، والاحتراف هو مفهوم وهو ترسيخ في عقليه اللاعبين. لاعبين سابقا كانوا هواه، ولما دخلنا الاحتراف دخلناه على لاعبين هم تجاوزوا ال 22 و 24 سنه. فالاحتراف يبدا الان منذ الصغر شكل ما انت عارف، والاخوان من خلال الاكاديميات، اكاديميه كره القدم. لكن صراحه يعني قطعنا شوط كبير، لان بدينا من ما انتهى الاخرون. احنا نعرف ان الاحتراف في اوروبا بدا في 1880 تقريبا، اي نتكلم عن 120 سنه.
وكل ما لهم قاعدين يصلحون ويعدلون ويصيغون لوائحهم من جديد. فاحنا قاعدين نواكب كل ما هو جديد، وان شاء الله احنا على الطريق الصحيح، لان الاحتراف الان صار مهنه كما نعرف، عصر الهواة انتهى، والمهنه هي احترام ومصدر رزق، فالكل يجتهد على اساس ان انا اتكلم عن الاداريين ان هذا مصدر رزق، فلذلك نجد تطور من خلال اللاعبين يظهر سريعا. نعم استاذ، السؤال اللي يعني تبادر للعديدين وانا اولهم او منهم، في يوم من الايام الدعم الحكومي راح يتوقف، شئنا ام ابينا، اليوم او بكره او بعد سنه او بعد 20 سنه. متى تكون المنشاه القطريه او النادي القطري هذا الكيان يبدا يعتمد على نفسه ماديا؟ نعم شوف، انا اعتقد احنا لا نستطيع صراحه ان نستغني عن الدعم الحكومي، لان الدعم الحكومي هو رافد اساسي في كل دول العالم يعني، او هناك في شخصيات داعمه للانديه حتى في دول متقدمه. لكن الان احنا طبقنا معايير الاتحاد الاسيوي او الاحتراف الحقيقي، بعدين تحولت فرق كرة القدم تحديدا في الانديه الى شركات يترأسها رئيس ومجلس اداره، لهم مصادر دخل متنوعه، سواء من تمويل استثماري من خلال الانديه او خلال دعايه واعلان وتسويق وما الى ذلك. فالان الانديه القطريه كلها الان صارت شركات كرة قدم محدوده، خاصه فرق كرة القدم. فالان يعني هذه اولى خطوات الانفصال عن الحكومه لانها شركه خاصه، لكن ايضا لن نستغني عن الدعم الحكومي. استاذ ماجد يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا مرحبا بك. يمكن اي تجربه يعني تخوضها تلاقي فيها صعوبات، لكن ابي اعرف شلون، يمكن انت ذكرت من اهم الاشياء هي عن الاحتراف وطريقه الاحتراف، لكن كيف يعني تعاملتوا مع عقليه اللاعب الهاوي وغيرتوها الى محترف في اللاعب القطري، وانتم الان مقبلين على يمكن استضافه كاس العالم، ونتمنى لكم التوفيق في هالشيء يعني. صراحه وجدنا صعوبات كبيره يعني، لان هي شكل ما قلت لك في بدايه حديثي ان مفهوم ترسيخ عقليه الاحتراف للاعبين القطريين وحتى اللاعبين الخليجيين، لانهم كانوا هو وترسخ هذا المفهوم صعب، يحتاج الى وقت. والان احنا تقريبا شكل ما قلت لك سنه خامسه اذا جاز التعبير احتراف، فبدات شوي العقليه الان، خاصه الشباب اللي تحت المحترفين، عارفين ان الان هناك مرتبات قويه، مقدمات عقود قويه، مكافآت ضخمه ترصد للفوز في البطولات، هناك في رعايه واهتمام، خاصه الرعايه الصحيه ومتابعه كبيره للاعب وبرنامج خاص. فالان اللاعب فعلا يعني تحول مساره الى 180 درجه، من هاوي الى محترف، عرف ان الاحتراف هو مصدر رزقه، فلذلك يسعى بكل جديه وانضباطيه لكي يحقق نجاحات في كره القدم. ابو محمد سلام عليك. الكابتن عبد الرحمن محمد ابو عوف. يا مرحبا يا ابو عوف. كيف حالك يا ابو محمد؟ عندكم الخبير عبد الرحمن ما شاء الله عليه. الله يحفظك يا ابو محمد. طبعا احنا يعني نتمنى التوفيق لدوله قطر في استضافه بطوله كاس العالم 2022 باذن الله تعالى. بالنسبه يعني من خلال يعني متابعتنا للكره القطريه، الحمد لله المنشات موجوده، اللعيبه الاجانب على مستوى عالي، مدربين على مستوى عالي، حتى اللاعب القطري تطور بشكل كبير في الاونه الاخيره في دوري المحترفين عندكم. انا عندي سؤالين، يمكن يعني بالنسبه يمكن الحضور الجماهيري لحد الحين اعتقد الكرة القطرية تعاني بشكل كبير جدا في المباريات في الحضور الجماهيري. شو الأشياء اللي ممكن تساعد يعني الدوري القطري في الحضور الجماهيري؟ السؤال الثاني، في الآونة الأخيرة ما شفنا أبو محمد في المجلس، وهذا الشيء طبعا احنا نثري دائما بتواجدك وبتحليلاتك الجيدة. الله يسلمك. بالنسبه للجماهير فعلا احنا نعاني قله الجماهير في دوله قطر. احنا مشكلتنا عدد سكان دوله قطر قليل جدا، الغالبيه هم مقيمين. الان احنا قاعدين ايضا نسعى ان يكون الجمهور قطري، وايضا نسعى ان يكون حتى الجاليات اللي موجوده والمقيمين انهم يجون، من حقهم ان اي مقيم هنا يشجع الريان والسده والقرافه، فهذا شيء طيب. الان هناك تسويق لهذا الشيء من خلال جوائز لهم وتحفيز للجماهير، خاصه ملاعبنا ما ينقص اي حاجه، هناك كل امور الرفاهيه موجوده فيها، من مصليات، من دورات الله يعزكم المياه،
من المطاعم، من كل حاجه، من نظافه الملاعب. لكن الان يعني يجب ان لا يخفى عليك هناك لو جينا حق متوسط الحضور، فمتوسط الحضور الان في الدوحه في قطر جيد من خلال احصائيات ايضا الاتحاد الاسيوي كنسبه وتناسب. يعني فعلا في مباريات ضعيفه مع فرق قويه جمهورها قليل، لكن المباريات الكبيره نقول عنها ديربيات او كلاسيكو كما يقولون جمهورها جيد، يعني يتناسب مع حجم المباراه. الان اعتقد ان الان هناك في جمهور يتواجد في المباريات. حلو. غيابك ما جاوب على السؤال الثاني. غيابك عن المجلس لا تنسينا الموضوع، احنا ما راح ننسى يا استاذ. لان البرنامج ناجح واحنا من محبين البرنامج ومن محبينك ومتابعينك. اكيد البرنامج الحمد لله ناجح وله جماهيريته وله طرحه واسلوبه الخاص، فهذا سر نجاح المجلس. يعني تقدر تقول انا في اجازه مؤقته ان شاء الله. استراحه محارب يعني؟ يعني تقدر تقول. زين. عندنا اخوك عبد الله حمدان يبي يسالك سؤال بس. نعم. انا احيي اخوي عبد الله حمدان على شركته الناجحه صراحه ودعوته الموسم الماضي. الاخ عبد الله صراحه مجتهد جدا وخاصه في الجانب الرياضي وكره القدم تحديدا، واتابعه جدا، فاحييه من خلال البرنامج. الله يسلمك. خلي وكيل اعمالك بخير يا ابو محمد. يا مرحبا. كيف حالك ابو محمد؟ انا عندي سؤال، يعني على اي اساس يتم اختيار الاجهزه الفنيه عندكم ومجالس الانديه؟ هل هي في ضوابط، في شروط، ام تكون حسب يعني على محسوبيات، يعني اشخاص لاشخاص؟ لا هناك صراحه ضوابط. هناك مجلس اداره يجتمع ويستعين باجهزه فنيه ايضا سابقه في النادي، سواء مدربين مواطنين او مدربين محليين. ثاني شيء يصير هناك بحث، حاله المدرب بحث حقيقي لسيرته الذاتيه اللي تسمى السيفي، وايضا يجب ان نتابع المدربين حقيقه اخر موسم والموسمين والثلاث المواسم السابقه ايش كان، وخاصه الجانب الشخصي للمدرب. لا ابو محمد يعني انا بتكلم يعني وجه التحديد الاداريين اللي يشرفون على هذه الفرق، او رؤساء الاجهزه الرياضيه او مدير الكره رئيس الجهاز، يعني على اي اساس يتم اختيار هذا الشخص؟ رئيس الجهاز هو دائما في الدوحه يعتمد على ان الانديه تعتمد على ابناء ناديها السابقين، اللاعبين السابقين تحديدا. نعم. ولذلك يعني هناك في عده اختيارات، لان هناك في صراحه كم كبير من اللاعبين المعتزلين او المنتمين للنادي السابقين، فيتم اختيار الاداري يعني اللي له حضوره الشخصي واخلاقه واهتمامه بالكره. يعني ما نجيب لاعب يعني مثلا هو اصلا امتنع عن كره القدم ونجيبه ونحطه، لا، يعني له اهتمامات وله حرص وله. طيب له استاذ ماجد الخليفي، يعني سؤال اخير، نحن بالتجربه القطريه والاحترافيه، احنا يعني مثل ما سمعت ومعلوماتي المتواضعه ويا ريت تصحح لي، الدوري القطري هناك لجنه تاتي باللاعبين المحترفين وتسوقهم عن طريق الانديه، ما نجح مع السد ممكن ينجح مع الغرافه. الكلام هذا صحيح او لا؟ كل نادي بحد ذاته يتفق مع متعهد معين ويجيب اللاعب؟ لا هناك لجنه تدعم تمول الانديه، لكن اختيارات اللاعبين تاتي من خلال النادي، من مدربين الانديه او مجالس اداره الانديه. المدربين او الاعناء في اختيارات الانديه يتقدمون باللجنه باسم اللاعب واسم المدرب ويقولون احنا نبغى نجيب هذا، ويتم التفاوض من خلال اللجنه. ما نجح اللاعب مع سين من الانديه، ممكن اللجنه هذه تعيد تسويقه على نادي اخر؟ ممكن، نعم ممكن لان فيها مبالغ كثيره، او اذا ما تسوق يتم اللاعب، لان هم يتحملون تبعيه اللاعب، هم من اختاروه وهم من اصروا على قدومه للدوحه. انا اعتقد اللاعب عندكم ابو محمد، اعتقد اللاعب اذا كان يلعب في نادي لا يسمح له انتقال الى نادي اخر حتى اذا انتهى عقده الا بموافقه ناديه السابق، عدل؟ نعم، اذا نادي خلاص قال انا عاوزه من حقه ينتقل. نعم. لا داخليا يعني مثل لاعب الريان ما يروح السد الا موافقه الريان. اذا انتهى عقده. لا اذا انتهى عقده من حقه. من حقه ها؟ من حقه نعم، من حقه ينتقل، وشواهد كثيره الان في الدوري القطري نجد محترفين ينتقلون هنا وهناك كل سنه. بالضبط. عموما نتمنى التوفيق للتجربه القطريه. فعلا استاذ ماجد يعني اثرت حوارنا، وان شاء الله نشوفك في برنامج المجلس عن قريب مثل ما تفضلت، وان شاء الله تكون موجود معانا في برنامجنا سير علينا، وهالبرنامج ابيك تطبقه فعليا الاسم.
اتشرف اشكرك على برنامجك الرائع والاخوان. واحنا دائما ندعم الدوحه في تنظيم كاس العالم 2022 ان شاء الله. اكيد الاستضافه حق الجميع الله يسلمك، حق الخليج كامل الله يسلمك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، الله يعطيك العافيه. واحنا يمكن سكوب من اشد الداعمين للملف القطري، ونتمنى وجود يعني كاس عالم في قطر. زادت الفرصه بعد انسحاب انجلترا من 2022، زادت فرصه قطر اكيد ان شاء الله. يعني ان شاء الله يمكن مو نتمنى ان شاء الله. لا يعني من خلال يعني متابعه الملف القطري فعلا يعني الاخوان يعني تعبانين بشكل كبير جدا على هذا الملف، وانا اعتقد يعني دوله قطر قادره بشكل كبير جدا تنظيم بطولة كأس العالم في 2022، وأتمنى من كل دول الخليج أن توقف وقفة واحدة مع دولة قطر. أكيد. لكن أنت ذكرت ملف قطر، أنا بفتح معاكم ملف جديد، ملف دوري أبطال آسيا. يمكن الاتحاد الآسيوي وضع شروط صعبة على الكويت في دخول دوري أبطال آسيا، رأيكم في الشروط وهل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ جاسم عشان هو اكبر مني في السن، لا تجاوز عيب يعني. انا الحديث معك حولت علي عشان كبر السن بس. هو شوف فيه اول شيء اكد ان معلومه كبر السن هذه بعدين. لا انا اكبر من لا هو يلعب في الثمانينات وانا معتزل في الثمانينات. لعبت ضد بعض؟ انا لا ما اذا لعب انا لو لعبت ضده كان الاقوال كلها عليه. بس كلها تطلع في صايد ما عليك. شوف طبعا شوف الاتحاد الاسيوي له شروط، الشروط دائما يطبقها على الكل، فليش انت تحط الكويت بين قوسين؟ ما طبقها على السعوديه. لا السعوديه قلت استثناءنا. لا السعوديه مطبقه الشروط كامله. انت قلت يستثنون، يستثنون بعض الدول. لا يستثنون بعض الدول اللي ما عندهم امكانيه، بس اللي عندك امكانيه لا. الان يمكن الدوري السعودي الوحيد او الاحتراف السعودي الوحيد اللي يعني يمكن هو التوب على مستوى بس ما له كيان تجاري الانديه السعوديه. كيف ما له كيان؟ في استثمارات، في شركات قاعده تتعب تضخ، وزي ما ذكر الاخ ماجد ما تقدر تستغني عن الدعم الحكومي، لكن الان في توجه للتجار منهم قاعدين يستثمرون من خلال الانديه. لكن المشكله هناك ايش؟ انا كتاجر واحب الهلال استثمر في الهلال، لكن بعض التجار يعني بعض الفرق او نصف الفرق الموجوده في الدوري ما يستفيدون من التجار لان ما عندهم توجه، ما عندهم جماهيريه تعوضك المبالغ اللي بتدفعها. فانت شوف لما تخش كتاجر تفكيرك في الربح، لابد انا دفعت ريال مثلا او دينار، شو اللي بيقابل الدينار يجيني؟ هل يجيني ديناري؟ على الاقل لو ما كسبت يرجع لي راس مالي وترجع لي شهره، ان مثلا الشركه الفلانيه ساهمت بدعم النادي الفلاني. فهي عمليه تطبيق شروط، هل تنطبق عليك الشروط او لا؟ في الكويت يمكن عندنا القادسيه والكويت غادرين وعندهم رجال اعمال، ولكن في التدخل الحكومي، احنا يعني شو المطلوب في هالشيء؟ شوف انا بقول لك شيء، انت اذا تحب الكيان ما عليك من الحكومه. انا اجيب ادفع للنادي، تقول لي الحكومه لا، ما تقدر تقول لي الحكومه. نتكلم عن شروط الاتحاد الاسيوي. شروط الاتحاد الاسيوي يعني احنا تحت مظله الحكومه، بالنهايه احنا الانديه الكويتيه تحت مظله الحكومه. لابد تتحرر يعني. لا بالعكس، انا الكويت بالذات انا احب فيها الديمقراطيه. فيها صعوبه. ليش الان بدات التعقيدات وبدات يعني مو بصحيحه. بالعكس انا قلت لك، انا اول ما بديت حديثي قلت الكويت حضاره كانت للخليج، فكانت في المقدمه. ليش تراجعت؟ بسبب الفكر اللي قاعد يدير الان. في قوانين، مع احترامي لا يزعلون مني، انا ضيف ترى تحملوني. احنا كل يوم نقول الكلام هذا زعلوا كيف. لا انا اللي اقصده يجب ان من يتبوأ اي منصب اداري صاحب قرار انه يكون على في فكر عالي جدا، يستطيع ان يتعامل مع جميع الامور ببساطه. اذا انت ما تقادر فخل غيرك يجي فاهم يفهم في الرياضه ويقدر يسير الامور بدون تصعيب وبدون احزاب حزبيه او احنا نسميها شلاليه. نعم. ان كذلك عندنا شلاليه. فليش يا اخي انت شو يهمك بلدك؟ لازم اصدر قرارات تهم بلدي تنفع بلدي. نعم. حتى لو انا مختلف معك اخ بداح او مع خالد او مع الثاني. كابتن بس على ذكر بلدك، معانا اتصال من بلدك، من عبد العزيز الدوتري رئيس نادي الاتفاق السعودي. حياك الله معانا كابتن، واحنا سعداء باتصالك. محمد جزاكم الله بالخير، وانا اللي سعيد بالمشاركه معكم. الله يسلمك كابتن. يا ريت تكلمنا عن تجربه الاحتراف في السعوديه، خصوصا ان يمكن نادي الاتفاق شارك في دوري ابطال اسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم كره القدم هي مهنه اصبحت، يعني ما عاد يعني
زي السابق عباره عن هوايه. فزي ما احنا شايفين كاس العالم اصبح مطمح لكل يمكن الدول، لان اصبح في مدخول، فهي تجاره ومهنه. فلعب يعني اللاعب اصبح اليوم في اغلب الدول يعتبر عن يعني رجل محترف هذه مهنه كره القدم، او يعني يتقاضى مقابلها مبلغ ويبدع. اذا استمرينا في الهوايه حنستمر في نفس الحلقه اللي احنا كنا فيها في السابق. بدون شك ان في المملكه استفدنا بصراحه، وخاصه في الفتره الاخيره، السنوات الاخيره، مع الاستثمارات، مع يعني مفاهيم الاحتراف الحقيقي. ابتدينا يعني في تطور، في نقله نوعيه. اللاعب ابتدى يعني يلتزم، تقدر تحاسبه، تقدر يعني يرتقي بمستواه، ايضا نحاسب المسؤولين. فالاحتراف هي النقله، يعني بدايه التطور في كره القدم. ابو محمد، شروط الاتحاد الاسيوي اللي طالب فيها للمشاركه في دوري ابطال اسيا، هل كانت صعبه او هل تشوفها صعبه؟ لا، هي يعني شروط احنا قاعدين ننفذها الان في المملكه، يعني من خلال هيئه دوري المحترفين الانديه بالتعاون مع من خلال زي ما قلت هيئه دوري المحترفين الاتحاد السعودي والانديه. فشروط ما هي شروط صعبه، ولكن الاساسي هو احتراف اللاعب واحتراف النادي. يعني بدايه احتراف اللاعب ثم احتراف النادي. الان في المملكه احنا احترفنا يمكن لنا حوالي قريب من 20 سنه اللاعب يعني كلاعبين، ولكن ابتدينا يعني نفهم اكثر الاحتراف في الخمس ست سنوات الاخيره، وابتدينا نطبق بشكل افضل. وخاصه صحيح بعد دخولنا مع يعني في بطوله دوري محترفين اسيا، اصبح في احتراف اكثر حقيقه. يعني طيب ابو محمد، متابعه، في عمل. انا بسالك سؤال عن تجربه لنادي الاتفاق زعلتك شوي. زعلت انت من التجربه هذه؟ انا شفتك بمطار دبي اعتقد او ابو ظبي بعد مباراه الاتفاق والجزيره الاماراتي، تذكر الموضوع هذا؟ نهائي كاس التعاون الخليجي. يعني ما نبي ندش في تفاصيلها، يعني الوقت الاضافي والهدف يحتسب بهدفين والقصه الطويله هذه والمسلسل اللي حصل، لكن هل القوانين هذه او الامور هذه تحصل في الاتحاد الاسيوي، ولا بس احنا كمنظمه خليجيه يعني شروطها ما هي واضحه، يعني نقع في هذه المآزق؟ لا حقيقة بكل أمان الاتحاد الآسيوي اتحاد منظم جدا جدا جدا. يعني مهما قلت لك فهو يعني قريب من الاتحادات الأوروبية والاتحاد الأوروبي. صراحة احنا شاركنا وشفنا النظام اللي كان يطبق، شفنا المراقبين، وشفنا يعني نروح الملعب نتمرن في توقيت معين، والفرق اللي نستضيفها على مستوى معين. لا فرق كبير بين التنظيمين بصراحه. بس احنا ما احنا راضيين عن مستوى الاتفاق بالدوري السنه. لا السنه هذه افضل. السنه الماضيه احنا ما كنا كويسين. السنه الماضيه نعم. السنه هذه ان شاء الله يعني الحمد لله يعني ان شاء الله شكلنا افضل يعني، وباذن الله ان شاء الله القادم يكون افضل باذن الله. تعاملتوا مع شركات رياضيه؟ والله تعاملنا مع عده شركات. يمكن اخر صفقه كانت مع الاخ عبد الله الحمداني، يمكن احد ضيوفكم، من خلال حسن مظفر، وكانت صفقة صراحة سلسة، والإخوان كانوا متعاونين جدا. بالعكس يعني من أفضل الصفقات اللي يعني كان فيها لمصلحة النادي، وأيضا أتوقع لمصلحة اللاعب. فأنا بتوجه للشكر الله. يمكن ما قابلت بكل صراحة متعاونت معاه من خلال التليفون، والآن أنا يعني من واجبي إني أشيد. كرئيس نادي أبو محمد، التعامل مع الوكيل الخليجي أفضل أو الأجنبي؟ الوكيل يعني تعتمد على الشخصيه. يعني في وكلاء اجانب يعني يستغلون، وفي يمكن احنا اقرب مع الوكيل الخليجي افضل يعني بدون شك، لان الوكيل الخليجي يعني تقدر تتفاهم معاه بشكل افضل من الاجنبي، ويكون موضوع الاستغلال يكون اقل الصراحه. نعم. عموما شاكرين لك ابو محمد، هذا التداخل معنا، وفعلا التواصل مع شخصيه رياضيه مثلك شيء يزيد البرنامج ويضيف لنا الكثير. شكرا، الله يجزاك خير. شكرا ابو محمد. عبد الله اذا عندك شيء حابب انت تعاملت للامانه ابو محمد شخصيه رياضيه يعني شهادتي فيها مجروحه، يعني انسان مميز. بعدين هو يعتبر في السعوديه هرم اتفاقي يعني. الله يخليه له طول عمره، يعني صار له فتره طويله هو في رئاسه نادي الاتفاق، في افضل انجازاته، في افضل المواسم اللي قدمها نادي الاتفاق، وهذا الرجل موجود على هذا الهرم. انا تعاملت وياه في صفقات رياضيه للامانه سلس في التعامل. انسان عنده مصداقيه كبيره في الكلام، انسان يعني وعوده في محلها وفي اوقاتها يعني. فانا شهادتي فيه مجروح محمد. شكرا محمد وما يقصر. نبي ناخذ كلمات اخيره، الوقت بدا يدركنا على ما يشربون ربع شاي.
كلمتك الاخيره. والله انا اتمنى يعني بما ان الاتحاد الكويتي هي يعني هو اتحاد مرجعيته الاداريه في الفيفا ونحن تحت مظله الفيفا، اتمنى تكون هي ايضا مرجعيته الفنيه ويطبق في قانون الاحتراف طبعا، ويطبق الاحتراف الكلي على اللاعبين. هذا الشيء ينصف اللاعب وينصف النادي ويعود بالفائده للمنتخب اكيد في المنتخب. وبالتالي يعني يخلق دوري محترفين مميز ومنافس نعم، ونكون في مصاف انديه الخليج ان شاء الله، عفوا دول الخليج ان شاء الله. كابتن جاسم اذا حاب تقول كلمه اخيره. والله خاف اقول تزعلون. لا ان شاء الله لا بنزعل، لا بنزعل. ايش بتقول؟ بالنسبه لي ما راح ازعل. لا بزعل انا. ايش بتقول؟ الله والله شوف، احنا ما دام احنا في المجال الرياضي، يعني رسالتي انا المسؤولين في اتحاد القدم، اتمنى انهم يغلبون المصلحه العامه للبلد فوق اي مصلحه اخرى. وهذه رساله محب، واتمنى يتقبلونها بكل رحابه صدر. اللي ما يستطيع ان يعمل لاجل الكويت يجلس في بيتهم ويشجع من بعيد. اللي فعلا يستطيع وقادر قلبا وقالبا انه يغير في بعض الامور اللي يعني للافضل، فاتمنى اشوفها يتبوم كرسي الرئاسه ان شاء الله. اتمنى من الجميع انهم يتفاعلون. دوله الكويت لا زلت اقول هي كانت حضاره وواجهه لدول الخليج، واتمنى ان تستمر كذلك، مش بس في الرياضه، كانت في كل شيء، على مستوى الثقافه، على مستوى المسرح، على مستوى الاغنيه، على مستوى كل شيء. فالآن تتراجع بسبب خصومات شخصية. أنا أعتبرها خصومات شخصية، تصفيات. ما هذا مو بصحيح. الرياضة ما لها دخل، اسمها رياضة. فدائما لا زعلت من واحد قل خلي أخلاقك رياضية، لأن أصلا الرياضة بابها مفتوح. يجب أن تكون مرن، سلس، تسالم الآخرين. يعني هي يعني زي ما قلت فيها بناء للجسم وللأخلاق في نفس الوقت. نعم. فأنا أتمنى إن شاء الله رسالتي وصلت ويتقبلونها من محب وليس أنا محايد، لا يهمني الحزب هذا ولا يهمني. واحنا سكوب في ظل الصراع الرياضي لا زلنا محايدين وسنبقى محايدين. انت حيز بس للكويت. تفضل. اشكر ايضا سكوب، اشكركم على بصراحه اسئلتكم المميزه. الله يرحمك. اتمنى المشاهدين انهم الان يقررون فعلا ويستطيعون انهم يقدرون ان الثروه الكويتيه موجوده من خلال اللاعبين في الرياضه، يجب ان احنا ندعمهم ولا نحبطهم. هذا هو الصح. اذا انا قلت لك اذا ما عندك خير لا يجي منك شيء. ايضا الشكر والتقدير اللي قدموا لنا الورد. نعم. زهور البدع. زهور البدع. نعم. وهي فعلا ابدعوا حتى في اختيارها. حتى كنت انا مازح الاخ اللي وصلها لنا المخرج اسمه ابو محمد. نعم. ابو محمد، قلت له ما في ورد رجالي. كابتن عبد الرحمن. نعم، أنا أول شيء طبعا أشكر تلفزيون سكوب على هذه الاستضافة الطيبة. مكانك. وسعدنا وجودنا معاكم اليوم ونتكلم في المنظومة الاحترافية. طبعا أيضا أتمنى الوقوف مع اللاعبين اللي يعني صاروا في عمان يعني لتطوير مستواهم، وهذه بتثري الكرة الكويتية بشكل كبير. النقطة الثانية اللي بتكلم فيها، أنا أتمنى من الكرة الكويتية تستثمر فوز نادي الكويت ببطولة الاتحاد الآسيوي. نعم. وفوز المنتخب الكويتي، ما بقول الرديف، المنتخب الكويتي لبطولة غرب آسيا. وأيضا محمد ايش رايك في منتخب الرديف؟ شفته؟ عجبني. زين. عجبني وتابعته، وكان فعلا منتخب جيد وعنده خامة جيدة. يعني وقفة يمكن الشارع الرياضي، الاتحادات الرياضية، الأندية الرياضية، وقفتها وقفة رجل واحد لعودة منتخب الكويت مثل ما كانت في العصر الذهبي للكرة الكويتية. أتمنى كل التوفيق للشارع. إبداع. طبعا أنا بدك تسأل أخوي عبد الرحمن وجاسم شنو سبب العلاقة الخاصة اللي بينهم؟ خلص الوقت. الوقت خلص. لا يمدي. شنو العلاقة الخاصة المميزة اللي بينهم؟ يعني ما في علاقة بيني وبينك. أول مرة أشوفه أنا. حتى الورد اللي جابوه يشبه بعض. أنا أول مرة أشوفه يعني أول مرة تصادف. أول مرة أشوفه حتى اسمه ما أعرف إنه جاسم. عموما يعني احنا تشرفنا وانتم اضافه كبيره للامانه يعني نقولها، واكيد المشاهد يحرص على مثلكم والالتقاء فيكم. اراكم فادتنا واخونا عبد الله كذلك. يعني فعلا استفدنا، وان شاء الله تكون انطلاقه للرياضه الكويتيه من خلال مقابلتنا معاكم، واحنا نوجه سؤالنا او كلامنا. بالنهايه اخوان في الخليج خاضوا تجارب احترافيه ناجحه، الكل سبقنا، اوروبا مقتنعين سبقونا، واخواننا الخليج ما عليهم قصور ان شاء الله ويستاهلون، لكن احنا ما نرضى ان احنا نكون في اخر الركب.
يعني اذا ما كنا في المقدمه ما نبي نكون في المؤخر، على الاقل نكون مع اخواننا الخليجيين. نوجه كلامنا هذا لصاحب القرار. الرياضه الكويتيه تستاهل الكثير. اخونا عبد الله متعهد واخونا جاسم كذلك متعهد ومحاضر اسيوي، يقول لك القانون الدولي واضح، اللاعب الهاوي لا يحق لك كنادي مهما قدمت له ومهما تعبت عليه انك تملك بطاقة الدولية. إذا عدل نظامك، لا تشرع على اللاعب إذا طلع وبحث عن مصلحته. بالنهاية خالد الخلل مو في لاعبينا أكيد، ولا الخلل في إدارينا كذلك، الخلل في العقلية الإدارية، ولا حد يلومهم، ولا حد يلومهم. يعني أكثر من لاعب، يعني الحين وصلنا إلى 19 لاعبين. من المسؤول عن هروب اللاعبين؟ أكيد يمكن إحنا ما نملك العقلية الإدارية البروفيشنال اللي تسمح يعني وتطالب بقاها اللاعبين وتطالبهم بالوجود في ظل الآلية الموجودة. في ظل الآلية الموجودة. يمكن أنا استمتعت بوجود كابتن عبد الرحمن محمد ضعوف، كابتن جاسم، يمكن أنا مشد متابعينكم ويمكن تابعناكم، والجمهور الكويتي يحرص على وجودكم معنا، وإن شاء الله ما تكون اللقاءات الأخيرة معاكم، وإن شاء الله تكونون موجودين معنا في لقاءات جايه. أيضا كابتن عبد الله حمدان اللي راح إن شاء الله تستمر معنا، إن شاء الله يزيدكم شرف، استمتعتونا وأثريتونا في اللقاء الحلو، وإن شاء الله ما يكون آخر لقاء، وشاكرين لكم حسن الزيارة، ونتمنى تكون ضيوف خفاف عليك. لا احنا بنهرب الحين. لا وين بتهرب يا جاسم؟ كلمة هروب اتمنى انكم تغيروها. انا توني بقول لان ما هي هروب، هذه نجاة من القيد. نجاة من القيود. عموما فرصة خروج لاعبينا للخارج، ان احنا نعيد النظر مثل ما قلت بداية الحلقة، هذا فلاش عشان نوضح للجميع ان القانون اللي قاعد يعمل فيه بالرياضة الكويتية خاطئ، عيدوا النظر فيه، خلونا نكون مثل اخواننا، خلونا نكون مثل المنظومة العالمية بشكل عام. ليش احنا نكون خارج المنظومه العالميه؟ ومداح ما نبي نطالع يعني اوروبا، ما نبي نكسر الدول فوق، خلينا احنا نرأى في هذول اللاعبين. الامانه ترى اللاعبين اللي طلعوا محتاجين للدعم، محتاجين المسانده. انا متاكد يعني ان هم يعني يملكون الكثير يعني صراحه في تقديم حق هذا البلد للامانه، فيجب ان شويه ان احنا نتعاون معاهم صراحه. ونملك خامات طيبه يعني في الكويت. النقطه الاخيره بس، اتمنى من الاتحاد الكويتي ما يتخذ القرار اللي هو التوقيف او منعهم المشاركه مع المنتخب، لأن بيضر مصلحه البلد ما يضر مصلحه اللاعبين. نعم. عموما احنا سمعنا تصريحات من الاخوان سهو وهايف المطيري داخل الاتحاد، لكن نتمنى من الاخوان هذا بالنهايه اولادكم، ورسالتنا لعيالنا اللي طلعوا واحترفوا برا، شدوا حيلكم، الامور هذه كلها ورا ظهركم الان. انتم الان اصبحتوا في الموقف، قبل الموقف ممكن تشاور نفسك، لكن الان اصبحتوا في الموقف، شدوا حيلكم واثبتوا للناس ان خطوتكم كانت في الاتجاه الصحيح واخدموا بلدكم. برافو. طبعا برنامج ورانا النائب الفاضل صالح الملا مع اخونا احمد الفضلي، برنامج مع التقدير، وحلقه رياضيه ساخنه ويمكن تتعلق باستجواب رئيس مجلس الوزراء بقضيه الرياضه والرياضه الكويتيه اللي نتمنى انها تخلص مشاكلها، ونشوفكم بكره ان شاء الله. برنامجكم سير علينا، اسفين للاطاله، وان شاء الله نكون خفيفين عليكم، والى ان نلقاكم في امان الله.